صباح الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بحضراتكم. خالص تحيه كل فريق العمل في استوديو 36 بقياده مخرجنا وليد ابو النجا والمنسق وائل همام ورئيس التحرير وليد عبد العزيز وانا وزميلتي رانيا صلاح الدين. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا طارق، اهلا بيك وصباح الخير لكل الساده مشاهدي نايل سبورت في كل مكان. هنكون موجودين معاكم النهارده طبعا لمده ساعتين على الهواء مباشره، وهنتكلم عن الرياضه. اجمل شيء طبعا ممكن ان احنا يعني نعمله لحياتنا اننا نمارس رياضه ونتابع رياضه كمان ونهتم بالشأن الرياضي بجانب طبعا ثقافتنا وحياتنا العاديه. النهارده على فكره رانيا يوم مميز جدا، يعني عاملين سبق جميل جدا وطاقم العمل عامل سبق جميل جدا. النهارده بنلتقي بشخصيه هتكون معانا في الفقره الاولى، بتظهر لاول مره على شاشه التلفزيون من 11 سنه، تحديدا من عام 2004، تحديدا اكتر من لحظه اعلان اخفاق مصر في تنظيم مونديال 2010. كلكم فاكرين انه مصر تقدمت بطلب للترشيح، وده كان في 2004، وتم الاعلان تحديدا يوم 15 مايو 2004. ضيفنا حملوه المسؤوليه لوحده وقالوا له انت كنت المسؤول الاول عن صفر المونديال. بس الايام مرت بعد كده واكتشفنا حاجات كثيره جدا، ان تنظيم المونديال لا يخضع للملف الافضل زي البعض ما بيعتقد او يخضع للاجتهادات، وانما بيخضع لاشياء اخرى. طبعا بيخضع لعلاقات ما بين الدول واتصالات ما بين رؤساء الدول، بالاضافه بقى للجانب الاكبر الرشاوي، مبالغ ماديه كبيره جدا بتدفع من اجل الفوز بشرف الترشح للمونديال. كمان رانيا هيكون طبعا ضيفنا فيها كابتن هشام عزمي او المهندس هشام عزمي، حارس مرمى مصر والزمالك الاسبق، وايضا عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم في 4 دورات، وكان طبعا المسؤول عن ملف الترشح لمونديال 2004. كمان هيكون معانا كابتن محمد سعد مدرب منتخب مصر للشباب الاسبق ونجم الاهلي، وهنتكلم معاه على فرص وحظوظ مصر واحتمالات تاهلها للدور القادم ان شاء الله هي والجزائر وتونس. نبدا رانيا بالمهندس هشام عزمي. والنهارده معلش يعني احنا قلت لي ان انتوا حرمتوني من الفطار دايما، انا متعود في نادي هليوبلس مع مجموعه من الاصدقاء، والاول مره بظهر بعد 11 سنه. اولا قول لي، في نادي هليوبلس متعود تفطر مع مين كل يوم جمعه؟ اولا احب اشكركم على دعوتكم الكريمه اللي انا يعني ترددت في قبولها على مدى 11 سنه، لكن بعد 11 سنه الواحد ممكن يكون اسلوب حواره اهدأ لان الامور بتبان بطريقه سهله. ثانيا اشكركم كمان عشان جبتوني لغايه الاستوديو لان كنت هتوه لوحدي. فدي مش نادي هليوبلس ده بيتي، يعني نادي هليوبلس انا عضو في النادي بالوراثه، والدي ووالدتي الله يرحمهم كانوا اعضاء، واتولدت لقيت نفسي في نادي هليوبلس. كبرت في نادي هليوبلس، لعبت في منتخب مصر الناشئين تحت 18 سنه وانا في نادي هليوبلس، عضو مجلس اداره 3 دورات مع بعض وانا في نادي هليوبلس. خلال الدورات ال3 دول تم التعامل مع قيادات ورموز في العمل الاداري زي فؤاد بيه سلطان ربنا يديله الصحه، طبعا وزير السياحه الاسبق، الناظر المشير الجمصي. فتعاملنا مع قيادات، وشاركني برضو في عضويه مجلس الاداره دوره او دورتين سمير زاهر. واحنا تعودنا كاسره نادي هليوبلس، الناس اللي هو بتقعد تفتكر امبارح او تفتكر من 10 سنين على انه امبارح، بنجتمع كل يوم جمعه الصبح. كل يوم جمعه الصبح نفطر مع بعض، الفول والطعميه والقعده الحلوه. بتجتمعوا مين بقى؟ قول لي. بجتمع اقول لحضرتك شلتي بتاعت نادي هليوبلس، وعلى راسها كبير مشجعي النادي الاهلي الدكتور احمد حمدي. شوف، كبير مشجعي النادي الاهلي. انما وده صديقي المقرب، ومعاهم بقيه المجموعه، لكن المهمين بيبقى عندي محمود طاهر بيبقى موجود معانا. مهندس محمود طاهر رئيس الاهلي. محمود معانا، معلش انا اشيل القاب لان احنا يعني متربيين واحنا صغيرين. سمير زاهر، ده قاعده اهلاويه صرف بقى. كابتن هشام صلاح حسني، يعني كابتن صلاح حسني طبعا نجم الاهلي، المهندس محمود طاهر، كابتن سمير زاهر، وكبير مشجعي الاهلي. بس بتبقى قاعده فيها روح رياضيه، كلها ود وفيها حب وفيها تقارب. نتمنى انهم يجوا معاك بقى، يكونوا معانا النهارده. ما عندكمش فول وطعميه؟ لو عندكم نجيب لهم، مفيش مشكله. طيب احنا عايزين نرجع كده، يعني قبل ما هنخش بقى طبعا احنا يعني هيكون لينا وقفه وحوارنا الاكبر على
مونديال 2004 واللي انت قلت انا يعني النهارده بظهر لاول مره عشان اعتقد الصوره عند الناس اتغيرت. قبلها بس انا عايز اعرف برضو بعض الجوانب، لانه الناس كتير قوي باشمهندس هشام بتعرف هشام عزمي عضو مجلس اداره الاتحاد، بتعرف هشام عزمي انه نجم كان طبعا وكان مسؤول عن ملف الترشح للمونديال، لكن الفتره اللي كنت فيها لاعب كره قدم كلمني عنها يا باشمهندس هشام. والله دي تعتبر من اجمل الفترات، لان الواحد كان محظوظ انه عاشر او تواجد في فتره العمالقه. يعني بدايتي كانت نادي هليوبلس زي ما حضراتكم عارفين، لغايه ما وصلت منتخب مصر للناشئين وانا في نادي هليوبلس. وانت في نادي هليوبلس وانا في نادي هليوبلس كنت حارس مرمى برضه. كنت حارس مرمى وكنت بلعب وينج ليفت كمان، فعارف الفيرود عايز يعمل ايه. لكن الفكره النهارده اساسا ان واحد يتاخد من نادي هليوبلس في وسط عمالقه الفرق الثانيه، دي ما كانتش سهله. على طول كنت بحب نادي الزمالك. يعني انت كنت زملكاوي من قبل ما تروح؟ من قبل ما اروح. وبعدين واحد قريبي كان في نادي الزمالك، قلت له عايز العب في الزمالك. قال لك ايه الناس البسكويت بتوع نادي اليوبلس دول عايزين يلعبوا في الزمالك؟ لا ما ينفعوش. فما ما سالش فيا. رحت على طول نادي الطيران. في تصادف ان انا اتقابلت مع حد قال لي تعالى معانا. رحت لعبت في نادي الطيران من 65 لغايه 68. لعبت وانا هناك في نادي الطيران جالي عليت بقى في المستوى بطريقه سريعه جدا، وزي النوادي الصغيره ما بيحصل معاها اي واحد بيجيد ضد الزمالك والاهلي. فكانت بطاقه التخرج ودخول منتخب مصر هي الجزء بتاع نادي الماتشات بتاعت الزمالك والاهلي، الى جانب مواظبتي على منتخبات الجامعه. كنت بلعب كل ماتشات كليه الهندسه، بلعب كل ماتشات منتخبات. انت خريج هندسه عين شمس؟ هندسه عين شمس، قسم عماره. قسم عماره دفعه 70 يعني. كنت مهندس شاطر ولا يعني ماشي؟ ضحكت على نفسي. يعني كنت في الكليه العب ماتش كويس جدا، اقول لك يا عم انت لعبت ماتش كويس بقى، ذاكر بقى للصبح، اقعد اشتغل في المشاريع لغايه الصبح ما انامش. الاسبوع اللي بعديه العب ماتش يعني لازم يتنسم للتاريخ، او هي كوره هتنفعك في ايه؟ مستقبلك هو الهندسه، اقعد اذاكر لغايه الصبح. فقدرت اوفق بصعوبه جدا. بس عماره عايزه، قسم عماره تحديدا عايز وقت، عايز حضور، بالذات عين شمس يعني، ودي برضو منتهى الصعوبه كانت بالنسبه لي. بالظبط. انا معاك. وعين شمس في دكتور يعني الله يرحمه سالني انت عايز تمشي بدري ليه؟ قلت له عندي تمرين منتخب مصر. قال لي منتخب مصر ايه؟ قال لي كوره. قلت له كوره. قال لي كوره بتاعت ايه دي اللي انت هتعملها مع الهندسه؟ قال لي مش ممكن يا ابني هتنجح انت ابدا طالما في كوره. وفعلا ذاكرت له كويس جدا، لكن سقطني في الماده بتاعته. في الماده بتاعته. طيب احنا نرجع بالذاكره كده ونشوف بعض لقطات ليك وانت حارس بقى، كنت متالق. قلت لي بدايه في هليوبلس وعين طيران. الزمالك رحته ازاي بقى يا باشمهندس هشام؟ وانا في نادي هليوبلس وانا في نادي الطيران اتصل بيا الجماعه بتوع نادي الزمالك وقالوا لي عايزينك تيجي تنضم لنا. دي صوره مع نادي الطيران، كابتن جلال النادي والكابتن رفاعي كان في وقتها في نادي الطيران. وبعد نادي الطيران بعدين دي صور برضو مع الكابتن عز الدين يعقوب نادي الاتحاد السكندري. يعني مجموعه صور. كان انا بحتفظ بكل حاجه عشان احفادي واولادي تاريخ طبعا. لا ويصدقوني اولادي واحفادي مش مصدقين حاجه خالص. دي صور جميله جدا. طب كويس ان هم النهارده بيتفرجوا ولا لا؟ طبعا. غير عشان يصدقوا بقى. يعني الصور دي كلها مجموعات ما قبل الزمالك. ما قبل الزمالك كان الطيران، وكان بعد كده ماتشات اللي بعتز بيها جدا الماتشات اللي لعبت فيها ضد الكابتن صالح سليم. لعبت ماتش واحد ضد الكابتن صالح سليم وانت في طيران؟ وانا في الطيران. كان الطيران والاهلي. وكان في استاد التتش طبعا لما كان الاستاد بيتملي. ولما البرج قبل ما يشاع ان هو هيقع والناس تجري، ما الناس ما تعرفش الحاجات دي زمان. لكن وقتها الكابتن صالح سليم الله يرحمه كان قياده جوه الملعب وخارج الملعب. جوه الملعب كان يوقف لي على خط ال 18 ويبص لي في عينيا. انا احب اشوط الشوطه تثبيته، ابقى مرعوب وانا داخل. كنت 18 سنه والكابتن صالح واقف لي كده، اروح لعبها بالشوط تطلع قد كده. لو نص الملعب ما تعديش السنتر حتى ترجع الهجمه تاني. يعني من الرموز. دي صوره فيها كابتن شاذلي، كابتن رفعت كابتن حماده، كابتن حماده امام، كابتن طه اسماعيل، كابتن محمد بدوي. دي اول ما بدات اخد وضعي في منتخب مصر بقيت من الناس اللي هي 66 بقى و67. من 65 ابتديت اخر 65. ده منتخب مصر اهو في نادي الزمالك. 67 ده منتخب مصر ب اللي هو كان فيه الله يرحمه كابتن موسى، كابتن ضياء بتاع اسكندريه، وكانت مجموعه صغيره مع كابتن حماد الشرقاوي المدرب. وكان
كابوتشي مدرب منتخب مصر. رحت بقى الزمالك 68 لعبت بقى ماتشات اهدي مثلا محمود بكر. شوف محمود بكر يا جماعه اللي هو صوته طالع بيلعلع اليومين دول. كان بس داخله عنيف. لا كان اي حد اللي يفوت يموت. محمود كان يفوت يموت. كان اسمها رأس بكر. من احسن الناس كانوا يلعبوا هيدرز. كان هيدر ممتاز. فخلصت انا وقت قامت النكسه. احنا الجيل اللي قضي عليه. الجيل اللي قضي عليه سنه 67 النكسه تمت. لسه بتقول يا هادي. فكنت لسه انا يعني عندي 20 سنه. 20 سنه ما تقدرش بقى 20 سنه هتعمل ايه؟ ابتديت العب لغايه لما جالي نادي الزمالك قال لي تعالى. وكان وقتها ابتدوا يعملوا مباريات خفيفه. فانضميت لنادي الزمالك. مين كان موجود وقتها بقى؟ كل الطقم الجميل الحلو، حماده وعمر النور وطه بصري وحسن شحاته وسمير محمد علي واحمد مصطفى وابو رجيله. كل الناس الحلوين دول. احنا كنا بس رباعي مقرب قوي بقى. الله يرحمه طه بصري حسن وسمير وانا. احنا الاربعه. سمير محمد علي دي كانت المجموعه بتاعتك في المقربين جدا. انما هذا لا يمنع ان كلهم كانوا اصحابي، لان انا بحب الناس. واحب الناس تحبني، لان انت لو ما حبيتش مش هتتحب. فلازم احب الناس واتعامل معهم كاصدقاء. من اصغر واحد لاكبر واحد. فجالي الزمالك قلت له خلاص ما فيش مانع. فوجئت بان النادي الاهلي كابتن عبد صالح الوحش طلبك. باعت لي ناس البيت. والكابتن علي زور كلمني وقال لي احنا عايزينك في نادي الزمالك. النادي الاهلي بقى. النادي الاهلي. قلت له بص يا كابتن، انا اتمنى ابقى في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي برضه من الانديه الكبيره والاسم اللي الواحد يتاخرش عنه ابدا. لكن عيب جدا ان حازم كرم اللي هو جون معايا في نادي الطيران، اللي انا وانا صغير رحت وخليته يبقى احتياطي ليا وتقبلها بروح جميله جدا، هو يروح الاهلي واروح وراه الاهلي. يبقى زي ما اكون انا مستقصده. وحازم من الحراس المميزين. فخليني انا في سكتي وهو في سكته. والاهلي خد فعلا وقتها احمد ماهر وحازم كرم. وانا رحت وقتها على الزمالك. وبدات بقى في الزمالك نلعب بعد ما ثوره 73 خلصت. الحرب 73 خلصت. كان في كاس أكتوبر. كاس اكتوبر. دوري كاس اكتوبر. وكسبنا كاس اكتوبر مع نادي الزمالك. كاس مصر. كان نوع من انواع الكؤوس اللي هي بتعوض غياب الدوري. نظمها اتحاد الكوره. وبعدين رجعت تاني منتخب مصر وقتها. ولعبت ماتشين 3 مش كتير في منتخب مصر بعد الثوره، بعد ال 73. معلش الثوره لازم بقنا بعد 73. لكن وظبت في نادي الزمالك لفتره طويله لغايه لما الاصابات بقى. انت قلت لي كانت شلتك او المجموعه بتاعتك المقربه جدا طه بصري الله يرحمه، كابتن طه، كابتن حسن شحاته، كابتن سمير محمد علي. عايز اتوقف عند الكابتن طه بصري. يعني طبعا شخصيه فقدناها ورائعه، وبتقول كنت انت قريب منه جدا. يعني كلمني على طه بصري يعني خارج الملعب وانسان. يعني طه الانسان. حضرتك قلت طه الانسان. طه المتواضع، طه المستمع الجيد، طه المتحدث الرائع والجميل والخلوق جدا الله يرحمه. الله يرحمه. يعني بعده عن الساحه الرياضيه في توقيت صادم لينا كلنا زي العديد من الزملاء. معلش يخليني اتطرق الى موضوع اخر. ان وانا في اتحاد الكوره سعيت جاهدا ان يبقى في صندوق لرعايه قدام الرياضيين ولاعيبي كره القدم. صحيح. لعيب الكوره بتاع زمان ده ما خدش مليم. واسعد الملايين. النهارده لازم الدوله تقف جنبيه اكتر من كده. صحيح. لازم اتحاد الكوره يقف جنبيه اكتر من كده. صحيح. وقتها كان في عضو مجلس اداره مرموق ولغايه دلوقتي موجود في الاعلام وقال لك انا هتولى الملف. لغايه النهارده بقى لنا 10 سنين ملف ما خلصش. بس عايز اطمنك باشمهندس هشام، في حاليا جمعيه قدام اللاعبين بس مش ما بتديش المقابل المناسب. يعني بس عبد المنعم الحاج وكابتن ابو رجيله دور جامد جدا. لكن مش ده المقابل. ده انت حضرتك على كل تذكره ماتش او على كل انتقال لعيب تاخد نسبه مئويه تتحط في صندوق رعايه اللاعبين، تراعيهم هم في المستشفى، تراعيهم هم عيانين. ما تبصش في الافراح، كل الناس تقف وراهم في الافراح، انما الناس دي خدمت مصر فحرام. طبعا وعيب عيب يا جماعه يحصل كده. ده بالنسبه لطه. حسن كان شخصيه برضو جميله جدا. وكان دايما اوض نادي الزمالك في المعسكرات كنا بناخدها اوض ثلاثيه. الاوضه الوحيده الرباعيه كنا احنا الاربعه مع بعض. انتوا الاربعه؟ الاربعه في اوضه. كان المعسكرات كانت فين وقتها يا باشمهندس هشام؟ في فندق شهرزاد اللي هو خلاص كان في بقى الجيزه. ما نقولش اسمه عشان اظن لا الاسم اتقال بيتهد وخلاص. يعني في فنادق. انما في معسكرات منتخب مصر اوري حضرتك الروح الجميله.
كان معسكر منتخب مصر بيتعمل، اللعيبه بيناموا في الدور الفوقاني في اتحاد الكوره. كان بيشاركهم النوم مجموعه من الفئران. فئران تجري حواليهم ما اعرفش ايه، حاجه جميله جدا اتحاد الكوره. الناس اللي هناك كان ناس من اللعيبه اللي هي هناك من الاقاليم. كنت اروح للكابتن جندي، وقتها كنت كابتن منتخب مصر، اقول له كابتن جندي ممكن في الاجازه في الويكند ده او في يوم تدريب ده اخدهم يباتوا عندي في البيت؟ تاخد اللعيبه كلها؟ لا مش كلهم. كنت باخد الرباعي بتاعك. لا حسن وطه. لا دول منتخب مصر. أنا كنت باخد المغتربين. كان السياجه الله يرحمه يجي عندي البيت، كان طاهر الشيخ يجي عندي يبات عندي في البيت، كان بكر بتاع الاتحاد. طب ليه يعني؟ محي بتاع الاتحاد. كنا بنغير زيزو عبد العزيز عبد الشافي يعني كان ساكن في حلوان فمشواره بعيد عشان يجي التمرين. كنا بنتلم كمجموعه مع بعض، بنخش في نادي اليوبلس يتجو مع الناس. وانا كان يهمني الولد الصغير بتاع نادي اليوبلس ده اللي انا مبتدي زيه يشوف النجوم دول في وسطيه، يعرف ان دول قدوه له. وكنا يوم ما فيش تمرين تعالى يا جماعه نلعب فولي ما اعرفش ايه. طبعا فولي ابعد ما يكون عن الفولي، يعني في ضرب من تحت الشبكه وحاجات غريبه جدا. فانا بقول لك ان الاخلاقيات وسلوكيات الجيل السابق كانوا متقاربين اكتر مع بعض. طب بالنسبه لمستوى حراس المرمى برضو في الجيل السابق والجيل الحالي، برضو ناخد راي حضرتك في الموضوع ده، وخصوصا طبعا كمان على المستوى العالمي احنا بنشوف عمالقه على المستوى العالمي كمان. اللي احنا بنشوفه اللي انا ما لحقناش وناس كتير ما شافتوش، عم الاجوان عادل هيكل. كابتن عادل هيكل حبيبي، وبكلمه وبتواصل معاه. العم الاجوان ده عم الاجوان فعلا. انما من الحراس المرمى المميزين اللي الناس ما اتفرجتش عليهم كتير، حسن مختار. طبعا اسمحوا لي اقول له حسن مخ وطار، لان انا بتعامل معاه بالوزن السوء. حسن من الاجوان الجمال جدا، وكان معايا في منتخب ومدرب ممتاز كمان. ومدرب ممتاز كحسن. انا ما اقدرش انكر ان الحضري نقدر نقول ان 90% من اوراق الفوز بكاس كؤوس افريقيا حضري. كان بيتدخل في توقيتات معينه ينقذ مصر من التعادل او الهزيمه. يعني لازم نبص، ما نبصش بقى زمالك ولا اهلي، الراجل ده خدم منتخب مصر. صحيح. ولما قابلته حوالي من اسبوعين 3 في معسكر نادي دجله، وادي دجله بتاعهم، قلت له الله ينور، ما دام انت قادر تقف على رجليك استمر. رغم انه 42 ويعني 42 ما دام قادر محافظ على نفسه وبيلعب يبقى مفيش مشكله. طب كتير ما يعرفوش بقى بمناسبه حراس المرمى وسؤال رانيا، ان حضرتك لك قرابه قويه جدا، وان اخت مرات حضرتك هي طبعا النجمه الكبيره والمذيعه المتالقه مدام نجوى ابراهيم، وزوجها الاسبق مروان كنفاني حارس مرمى الاهلي. يا ريت تكلمني على العلاقه ديت، وتكلمني كمان على علاقتك بمروان كنفاني. علاقه مع مروان، اول ماتش لعبنا ضد بعض فيه اتلغى، اللي هو بتاع ابراهيم الدسوقي. فدي اول علاقه مع مروان، بس انا كنت واقف، انا كنت احتياطي وهو واقف في الناحيه الثانيه. واتلغى الماتش ده. اتلغى بسببه مش بسببه. هو كان عصبي جدا في الملعب يعني. وسخن الامور. لا قوي جدا كان مروان. انما بعد كده يعني انا هاخد الاصطلاح اللي بيتقال بيت العيله. بيت العيله النهارده هو المثل اللي يحتذى بيه في العلاقه اللي بتربط بيت العيله. ايه البرنامج بتاع مدام نجوى ابراهيم ولا نجوى ابراهيم؟ ارتباط نجوى بمروان. هم منفصلين بقى لهم 20 سنه ولا اكتر من 20 سنه 30. لكن النهارده بيت العيله مستمر. ليه؟ لان عندهم اولادهم هم اللي بيلموا العيله. الحكم والناصر هم اللي بيلموا العيله حواليه جدا والله. فبالتالي النهارده العلاقات يعني اتنين انفصلوا، كل واحد مش لاقي طريقه معاه خلاص. لكن اللي بيرجع الاثنين دول مع بعض في مناسبات عده هم الاولاد. جميل جدا. فده علاقتي بمروان، ومروان بقابله كتير جدا. النهارده هشوفه ان شاء الله. النهارده هتقابل النهارده عيد مروان ميلاد ابني، فمروان جاي يقعد معانا برضه. يعني لازم الواحد مستواه الفكري يرقى ويتخطى كل الصعاب. دي الصوره دي يا كابتن يعني قلنا عليها كده، عايزين نعرف. دي العيله طبعا. دي العصابه. ده التجمع بين العيله. دي العصابه. ده التجمع اعتقد. لا دي بقى تجمع الاجيال كلها موجوده. الاجيال كلها موجوده. وهتلاقي مروان اعتقد في الناحيه الشمال خالص رافع ايده، موجود معاك لغايه النهارده وبيجي وبيعمل احتفالات. وبعدين نجوى هي في النص. دي الاولاد والاحفاد ولكله. لان اما اجي اقعد انا في البيت وكل واحد طلع لي الموبايل وتك تك تك ويقعدوا يلعبوا ما اعرفش ايه وما اعرفش ايه. دي العيله الصغيره بقى، انا وناهد مراتي وامينه بنتي واحمد ابني
وجوازهم رباب الشريف زميلتكم برضه في التلفزيون هنا. طبعا طبعا. و طيب بمناسبه مدام ناهد، عندي ال4 احفاد لازم اقول اساميهم. اتفضل. عندي هنا بنت احمد، وعندي عمر ابن احمد، وعندي نيره بنت امينه، وعندي ادم اللي هو اخر العنقود الصغير الصياعه اللي هو يعني اتولد في نفس يوم. جميل. بمناسبه مدام نجوى ابراهيم ومدام ناهد اختها اللي هي زوجة حضرتك، انت قلت لي انه يعني في تواصل، وان هي دي امينه بنتي دي صورتها ان هي بتاخد رايكم في حاجات الاعلاميه، بتتفرجوا على كل برامجها، ربما انتوا الناقد الاول ليها يعني. لغايه النهارده ده موجود، تابعوا برامجها، بتكلمكم، بتاخد رايكم، بتدوا بعض الملاحظات. انا بقول ان عوده نجوى ابراهيم للشاشه ده انتصار وعوده الحق لاصحابه، لان مش ممكن واحده بهذه الخلفيه والمقدره تحجب عن الشاشه لفتره طويله جدا. واذا كان النهارده الاجيال الكبيره بترجع، فمش معنى كده ان الاجيال الصغيره غير قادره، انما لازم الجيل الصغير يقتدي ويحتذي بخبرات الكبار. فالنهارده نجوى راجعه باسلوب مختلف خالص. طبعا نبطشيه في البرامج بتاعتها، في كل فقره اعلانيه الو رايكم ايه على طول كل يوم يعني بين الفقره والفقره. كلم مدام ناهد على طول. لا الخط الساخن مفتوح. انا بتلسع من الخط الساخن ده كل اسبوع. بس في طبعا بشكل جيد. هي بص الناجح حتى مهما كبر بيبقى خايف. طبعا يعني خاصه ان هي يعني راجعه لمجال ابتعدت عنه كتير، فخدت وقت. انا بقول لك ان هتعرض عليها في خلال 5-6 سنين اللي فاتوا دول حاجات كتيره جدا. لكن فضلت ان هي تحتجب لغايه لما تلاقي الشيء المناسب. كانت بتعمل كمان برنامج في الاذاعه الحقيقه. في الاذاعه كان برامج، في ناس كتيره جدا كانت بتنزل سوق العربيه في الوقت اللي هي بتتكلم فيه. اصحابي كانوا بينزلوا يقولوا احنا نازلين السوق، سايقين فين؟ يقولوا عشان نسمع مدام نجوى. يعني انت كمان ديمقراطي جدا عندك في البيت، رغم عشقك للزمالك ورغم انتمائك ليه وان انت كنت حارس مرمى متميز ليه، بس ابنك احمد عضو مجلس اداره هليوبلس اهلاوي وبنتك زملكاويه. طبعا. بس احمد بحاول اعالجه مش قادر. العلاج صعب جدا على ضوء الاخفاقات بتاعت نادي الزمالك الطويله، لكن دلوقتي انا بضغط على حفيدي الصغير. عايز تلحقه بقى. عايز الحقه قبل ما يروح، لان جوز بنتي كمان اهلاوي. فانا قاعد في وسط عصابه جميله جدا، بحاول انا يعني اخد واحد من الصغيرين معايا. الواد مش فاهم، فعشان كده هيبقى زملكاوي. يعني ادم جميل جدا. بس احمد بسم الله ما شاء الله نصحته انه ما يخشش في العمل التطوعي. احمد دكتور في كليه الهندسه جامعه عين شمس، خريج هندسه برضه. خريج هندسه. قسم عماره برضه؟ لا قسم مساحه، واخد دكتوراه من نيوكاسل في انجلترا ومن استاذ مساعد في هندسه عين شمس، ومميز جدا في عمله وفي شغله في النادي. قال لي عايز اخش انتخابات هليوبلس. قلت له يا ابني انا 12 سنه عضو مجلس اداره هليوبلس. المناخ العام دلوقتي لا يشجع على ان الواحد يخش في عمل تطوعي. قال لي انا قادر ان انا اخش وعايز اخوض التجربه. وقفت جنبه ودخل وكسب، نجح وكسب. واخر حاجه بيقضي وقته كله في النادي. ابنه عمر في الدايفنج وفي كوره، في الكوره. بنته هنا من بطلات الجمهوريه في الباليه المائي. فموجود معاهم طول النهار في النادي، فحاسس بمشاكل اولاد الاعضاء. اخر حاجه عملها من 3 ايام بطوله هليوبلس المفتوحه للتنس، وكانت نجاح مبهر. مبهر. قال لي انا اتعلمت منك اداره البطولات. ازاي انت ما كنتش بتنام وتقعد تحسبها بالدقيقه والثانيه. واحمد على فكره على الرغم ان هو عضو مجلس اداره عنده بطولات كتيره جدا. اسال كابتن حسن مستكاوي، خد بطوله سكواش المفتوحه في وادي دجله الاسبوع اللي فات فوق السن. المستكاوي فيها طبعا وحجازي فيهم كتير لعبوا فوق السن خدها، وبعدين بياخد بطولات سكواش، بطولات تنس. يعني بيواظب على الرياضه وبيحب الرياضه، ودي ميزه. قبل ما نخش في الجد بقى حتى ليكي سؤال عن المشهد. لا انا عايزه بس اعرف من كابتن هشام، هو بعد طبعا يعني كره القدم وحراسه المرمى سواء لنادي الزمالك او لمنتخب مصر وبعد الاعتزال، حضرتك اخترت انك تدخل المجال الاداري.
هل التدريب مثلا، مجال التدريب ما كانش يعني طموح حضرتك، والمجال الاداري اخترته على اساس ايه؟ سكيلز مثلا انت شاعر بيها هتبقى انجح في الاداره اكتر من التدريب؟ بص حضرتك، اما الواحد يبتدي يسيب، انا بقول الكوره كانت حبيبتي الاولى. يعني وانا صغير كنت بنايم الكوره والجزمه في السرير معايا. ياه. وانا لسه طفل صغير كنت بنيمهم جنبي في السرير. فان انا اسيب الكوره وابعدها عني كان لازم يبقى فيه يعني المقابل، المرادف. ايه المرادف؟ نادي هليوبوليس، انتخابات 3 دورات، 12 سنه عضو مجلس اداره، لان نادي هليوبوليس كنت ابص من البلكونه كده النادي اتملى اروح نازل. يعني بيتي. فقعدت 12 سنه اتعلمت في الاداره من قيادات. وتعلمت اسمع اكتر مما اتحدث، لان صعب، سهل جدا تتكلم بس لازم تسمع وتستوعب. اتعلمت هناك لغايه لما جه مره عبد المنعم الحاج قال لي بقول لك ايه، انا همسك منطقه القاهره لكره القدم، ما تيجي معايا. لان علاقتنا كانت كويسه جدا، لانه كان قائد حرس كليه الحقوق في جامعه عين شمس. زي ما حرب كان قائد حرس الطب في جامعه عين شمس. يعني القيادات دي اعرفها من قبل حتى ما اخش في مجال الكوره. صحيح. فقال لي تعال، قلت له دخلت مع المجال بتاع اتحاد الكوره. مره كنت عند سمير في فايد، وقابلت عبد المنعم عمار، سياده الوزير عبد المنعم عمار. فسمير قال له ده هشام عزمي وما اعرفش ايه نادي هليوبوليس. قال لي الله ازاي انت بعيد عن مجال الكوره؟ قلت له لا بص. قال لي ما دخلتش تدريب ليه؟ نفس سؤال حضرتك. قلت له بص حضرتك، التدريب له ناسه. انا شغلتي مهندس ده اكل عيشي. انما لو هخش في مجال التدريب لازم اتفرغ للتدريب، في حين ان العديد من الزملاء في الملاعب ما عندهمش الا التدريب، فمش ممكن اخش ازاحمهم في اكل عيشهم ومستقبلهم. قال لي لا هعينك في اتحاد الكوره اللي جاي. وبالفعل اتعينت في اتحاد الكوره في اول مجلس اداره اتحاد الكوره 92. وبعدين بس يعني حضرتك ما اتجهتش كمان في الاداره، يعني في الاداره لنادي الزمالك، يعني رحت لنادي هليوبوليس، يعني كان ممكن جدا ان يكون كل العمل دوت تجاه نادي الزمالك على اساس انك كنت لاعب فيه. بص، نادي الزمالك في دمي، لكن انا لما احب اعمل حاجه احب اعملها اقرب ما يمكن الى الكمال، كمال لله سبحانه وحده. لكن ان ابقى في نادي ساكن في مصر الجديده ونادي الزمالك، هبقى اروح مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، 3 في الاسبوع، وعندي شغلي واكل عيشي، والهندسه دي عايزه تفرغ. حضرتك مهندس كل حاجه على فكره. بحاول فعلا يعني فقلت يعني ان حرام على اساس الهندسه كل شيء في حرام ان انا اروح. حتى انا يعني بعتز بالمستشار مرتضى منصور، جاي مره قال لي حكماء الزمالك اجمعوا على انك انت تبقى نائب رئيس معايا في الانتخابات من حوالي 6-7 سنين. قلت له انا اتمنى ان ابقى معاك، لكن يعني انت عرض عليك تترشح في منصب نائب رئيس نادي الزمالك. بس قلت له عندي مشكله جدا. اول مره عندي مشكله كبيره جدا. قال لي قلت له مش عضو عامل في نادي الزمالك. ياه. قال لك عامل لك العضويه. وبعدين لما تبقى موجود في مكان، انا في نادي هليوبوليس بعدي الشارع ابقى في النادي كل يوم، عارف وعايش المشكله وعايش كل حاجه في النادي. انما عشان اروح نادي الزمالك فحرام ان انا اخش في هذا المجال. اكيد. لسه معاكم اعزائي المشاهدين، ومعانا في ضيافتنا لاول مره على شاشه نايل سبورت وعلى شاشات كل القنوات الفضائيه يعود المهندس هشام عزمي للظهور. هنتكلم على حاجه مهمه جدا، هنتكلم على طبعا هو كان مسؤول او المدير المسؤول عن ملف الترشح لمونديال 2010، وطبعا اعلنت النتيجه كلكم فاكرين كانت في مايو 2004 ولم تحصد مصر اي اصوات. الكل ساعتها حملوا المسؤوليه، كل وسائل الاعلام، كل المسؤولين، رغم انه كان في عناصر كثيره موجوده. لكن لفت الايام باشمهندس هشام والصوره تغيرت الان. الناس شافت حاجات غريبه جدا، شافت اعضاء في الفيفا مدانيين على راسهم بلاتر، شافت اسماء كبيره جدا زي بلاتيني، شافت فضائح فساد، شافت رشاوي فعلا ثبت انه كانت بتتقدم، وربما تغيرت الصوره. كمان شافت انه رؤساء الجمهوريات بيتدخلوا بشكل كبير جدا في التصويت. النهارده وبعد 11 سنه عايزك تقول للساده المشاهدين يعني ايه اللي حصل، وهل انت على قناعه تامه ولو عاد التاريخ مره اخرى تتصرف كيفما تصرفت في 2003 و2004؟ انا هقول لك تصريح قالته النهارده الصبح او امبارح بالليل
المسؤوله لوريتا لينش اللي هي المدعي العام الامريكي اللي هو بيحقق. دي اخر حاجه، دي الصبح اخر حاجه. طيب كويس، انت جايب لنا سبق بقى. لا دي بتقول لك احذروا، في امور مؤلمه كثيره لن يفلت منها الجميع. قدم اصعب. هي بتحقق في قضيه الفساد في الفيفا 2010 2018 2022 حقوق البث التلفزيوني، التسويق، كل ده فيه بلاوي. ليه امريكا؟ ملفات ليه اتفتحت. امريكا؟ ليه في امريكا التحقيق بيحصل؟ امريكا اللي حصل فيها ان الغلطه الصغيره اللي حصلت ان الاتحاد الكونكاكاف كان هينقل مقره من نيويورك، من ميامي الى نيويورك. كويس. وتقدم وقتها تشاك بليزر اللي هو رئيس اتحاد كونكاكاف بطلب لنقل المقر. عند نقل اي مقر بيخش في اجراءات قانونيه تحتم عليه تقديم كل الملفات الماليه الخاصه بالمؤسسه عند انتقالها الى مكان اخر. قدم الملفات دي، فتحوا الملفات قفلوها لان الريحه كانت وحشه. فقالوا لا تعالى بقى نفتح. ده اللي هو المنظور. لكن المعلوم لدى الجميع ان في امور سياسيه بيتم تصفيه حسابات سياسيه على مستوى عالي، ان الكوره وكاس العالم بيعتبر مصدر دخل رئيسي لاي دوله، سواء على التغطيه الاعلاميه اللي بتتم فيها او الفلوس اللي بتخش عن طريق الرعاة الرسميين. فبالتالي دي بدايه اللي هي القنبله اللي ما طلعتش منها لسه الا ريحه. يعني للاسف رجل الشرع لغايه النهارده يا باشمهندس هشام مش قادر يتناسى. دخلنا في الفيفا كان معايا حبيبي الله يديله ربنا يديله الصحه الكابتن جويني. الحميد ابراهيم الجويني راجل عظيم. اللجنه المنظمه لكاس العالم 17 سنه 97 اللي هي اول فرصه، تاني فرصه اتيحت لي ان انا اتعامل مع الفيفا. جميل. يعني في يا جماعه رموز. يكفيني شرف ان انا اتعاملت مع مثلا كابتن الله يرحمه رفعت الفناجيل. لعبت تحت قيادته في منتخب مصر. كابتن الشيخ طه، الشربيني، احمد رفعت، احمد مصطفى، يكن. ايه يا جماعه الناس دي؟ يعني الواحد لو ما اتعلمش من كل واحد حاجه صغيره خلاص يبقى عايش ليه؟ فالكابتن جويني يعتبر مدرسه في الاداره. طبعا مدرسه كبيره في الاداره. مدرسه في الاداره، ودي احدى اللجان بتاعت الاتحاد الدولي. انت شاركت في 12 بطوله كاس عالم، سواء 17 سنه او شباب او منتخب، كنت ما بين لجان او منسق عام، كله 12 بطوله. لكن يوم 11/5 2004 يوم ما الاعلان بعد الاعلان بالظبط بيومين 48 ساعه كان الاتحاد الدولي بعديها باسبوع هيحتفل بمئويه الفيفا في باريس. لانه هو انشئ 1904 وعامل دعوات ما حصلتش. وانا طبعا كان ليا دعوه مميزه بصفتي كنت عضو في اكتر من 3-4 لجان و10 كؤوس عالم وعلاقاتي كويسه. رحت بعت اعتذار عن حضور الاحتفاليه واستقاله مسببه من كافه لجان الفيفا. ليه؟ بعد ما شاهدت، بعد ما شفت اللي حصل. بس رجل الشارع اسمحي لي رانيا لغايه هذه اللحظه مش قادر يتناسى او يتصور ان مصر تترشح بامكانياتها بعلاقاتها مهما كان. يعني يقول لك في، طب هل ال 24 واحد اللي بيمنحوا الاصوات كلهم مرتشين؟ هل ال 24 كلهم بيكون اختيارهم اختيار سياسي ومن خلال رؤساء الجمهوريات والملوك؟ هقول حاجه بس حته صغيره، ان انا الوحيد اللي اعتذرت عن حضور احتفاليه الفيفا. في حين ان كل اللجنه المنظمه اللي حواليا راح لبسوا البدل والفساتين وتشيكوا وراحوا. كأن مفيش حاجه حصلت خالص. بل والعكس كمان، قبضوا مكافأة التواجد وإخفاق مصر في المونديال في أنهم مستمرين النهارده في مناصب أخرى وقوية جدا في الاتحاد الدولي. إنما الواحد اللي عنده نوع من الإحساس، طب أنا حاسس إن أنا متحمل جزء من المسؤولية، لكن كان أقوى مني الموضوع. أنا تحملت جزء من المسؤولية وانسحبت من الساحة لأن حاسس إن كل واحد مصري انجرح. بس الساحة حملتك المسؤولية لوحدك. مش مشكلة، أنا قادر أتحمل المسؤولية، لكن الناس النهارده عرفت وسكت. سكت. طب انا عايز اسال حضرتك ليه حضرتك اقول لك ازاي ليه الصمت دوت يعني 10 سنين صمت تام؟ 11 سنه يعني حضرتك اكيد
وقت يعني الملف واثناء كمان دراسه الملف وبعدين الاعلان ما رضيتش تتكلم. بص حضرتك، اكيد حضرتك لمست حاجات كانت الملف بتحصل المصري وفهمتها، ليه ما اتكلمتش؟ هقول لحضرتك، الملف المصري بعد زياره وفد الفيفا التفقديه طلع تقرير من الاتحاد الدولي ان الملف المصري والملف جنوب افريقيا اقوى ملفين، ويليهم المغرب وتونس وليبيا، دول بره خالص. اول ما طلع تقرير بكده من الاتحاد الدولي تقرير ان عندي. اقوى ملف الملف المصري. عندي واتعرض وكل حاجه بالاسم. اول ما الناس عرفت الكلام ده ابتدى اللوبي يتحرك. اللوبي بتاع جنوب افريقيا. احنا خسرنا تنظيم كاس العالم من قبلها ب8 سنين لما تقدمت بطلب من اتحاد الكوره، قلت لهم يا جماعه لو سمحتوا لازم نخش نطلب طلب تنظيم كاس العالم 2002 علشان يبقى عندنا خبره العلاقات وخبره اسلوب التعامل مع الناس دي. طبعا الملف وقتها ضاع في وزاره، ما كانش في وزاره الشباب، كان القيادات عامله مجلس اعلى بس مش وزاره شباب، فراحت الملفات تحت وتاهت وما دخلناش. المغرب كان عندها خبره التنظيم، تقدم بالتنظيم من 98. الولايات المتحده الامريكيه. جنوب افريقيا عندها خبره التقدم بالتنظيم، واحساس الجميع ان هو نتيجه ان تشارلز رامسي احجم صوته على انه يديه وقت كاس العالم، راح كاس العالم المانيا. المجموعه دي كلها حست ان هي بتدين بالاعتذار لجنوب افريقيا. طب ايه اللي حصل يوميها؟ ايه اللي حصل؟ حضرتك المنظومه بتاعت انا كنت مسؤول عن الملف الفني. وكان بيشاركني في الترويج دكتوره سحر الهواري مسؤوله عن اصوات اسيا، ماجد سامي كان مسؤول عن الصوت بتاع نيوزيلندا. ماجد سامي نيوزيلندا، لان اول مره اتعرف بيه وكان شخصيه جميله جدا. هاني ابو ريده كان مسؤول عن الاصوات الافريقيه. وانا كنت بنسق مسؤول عن شمال وجنوب امريكا واوروبا. طيب مجموعه الاصوات دي افرض ان انا ما نجحتش واخفقت ان اجيب صوت منهم، طب فين اصوات الناس الثانيه اشتغلوا فيها؟ فين اصوات الاربعه بتوع افريقيا اللي هاني ابو ريده اصلا جوه افريقيا ما جابش صوت ليه؟ لان التيار كان اقوى منه واقوى مني. تيار الماده ولا تيار ايه؟ تيار الماده. الماده والضغط السياسي. يعني هل حد عرض او طلب رسمي فلوس شفتها انت قدام عينك؟ ما شفتهاش. واحد قال لكم انا هديكم الصوت بس ادفعوا كذا؟ اللي دفع الفاتوره انا والدكتور علي الدين هلال. دكتور علي الدين هلال الاثنين اتحطوا الصوره. طلب من مصر من اللواء حرب وهاني ابو ريده والسياجي خلال تواجدهم في كاس العالم للشباب في ابو ظبي، طلب من جاك وورنر، طلب منهم مقابل مادي رسمي كده؟ رسمي علشان ياخدوا كاس العالم. طلب كام؟ انا ما اعرفش، انا ما قاليش حد حاجه غير بعد ما خدنا الصفر. قال لهم شخشخوا كده رسمي او راحوا للوزير قالوا له كذا كذا علي الدين هلال، فتم التكتيم على الموضوع. قال لك لا مش هكذا، وانا معاه. انا احط $1,000,000 ولا $1,000,000 في مدرسه في مستشفى، انما احط $1,000,000 ولا تنفع $1,000,000 بحاجه في المبالغ دي والحاجات اللي شفناها زمان مليون كانوا يعملوا 8 مليون يعني يعملوا ايه؟ انما انا الوث اسم مصر بحاجه زي دي. انما انا لو وقتها قيل لي ان في طلب رشوه كنت اوصيت بالانسحاب فورا، لان احنا مش هندفع رشوه خالص. طب امال انت اكتشفت؟ طب ال 24 اسم حصل فيهم ايه؟ انا كنت مربط مع حوالي 7 8 اصوات ان هم يدوا مصر. وصلت لغايه 4 كويس؟ المغرب كانت مربطه مع 5 بقياده مين؟ عيسى حياته. عيسى حياته، محمد بن همام، وميشيل بلاتيني. ميشيل بلاتيني قال لي بص انا في علاقه ود بيني وبين شمال افريقيا، اوعدك ان لو المغرب ما خدتش في الدور الاول هدي مصر. وكان في توصيات سياسيه كمان. هي بتبقى بالود ولا بتبقى بالملف القوي المحترم اللي بيقدم؟ يعني ايه علاقه ود؟ انا مش فاهماها دي. استني ما اشوف الود راح فين. على اساس ان احنا يعني بندي لبعض مثلا لا هديه عيد ميلاد مثلا. بس على فكره رانيا خدي بالك ان في علاقات كمان ما بين فرنسا والمغرب، واحيانا بيجي توصيات رسمي. اصلا ما فيش مصداقيه بقى في اختيار الملفات. ما فيش مصداقيه. الملف الفني مجرد موفلاج وصوره. الزيارات اللي بيقوموا فيها اللجان والتفتيش للتاكد يعني من التعب اللي في الملف الفني ده بيروح على الفاضي. بيروح على الفاضي طالما حتى لو كان قوي. حتى لو كان قوي. يعني النهارده مصر كان عندها 4 اصوات، المغرب كان عندها 5 اصوات، ادي 9. مين الاربعه طيب؟ الاربعه تقدر تذكرهم؟ هقول لك يعني إرزك بتاع تركيا، دكتور يوج بتاع
بلجيكا، يعني مش من افريقيا. محمد بن همام كان موقفه ايه؟ محمد بن همام ما اداناش، ما قالش حاجه، سمع سيد ما وخلاص. شافش حاجه. ما قالش حاجه، انما هو كان مربط مع المغرب على طول. فاقول لحضرتك انا كنت 4، جنوب افريقيا المغرب 5، ادي 9 من 24. كانت جنوب افريقيا عندها 12 صوت، او 11 صوت. كسبانه 11 لا لسه لازم توصل 13. فاضل 11 واحنا 9 و3 اصوات بيلعبوا، او 4 اصوات بيلعبوا، 3 هم اصوات مين بيلعبوا. بقى؟ الدول ايه؟ الثلاث اصوات اللي بيلعبوا دول هم بقى اللي ممكن توصل. اللي هو بقياده صاحبنا جاك وورنر اللي هو مع كوستاريكا ومع مع الكل. يعني الفرقه بتاعته اللي هي بتاعت الكونكاكاف كومنيبول. المجموعه دي كانت لمن يدفع اكثر. بالليل الساعه 12 بالليل في فندق بولاك، خرجوا من بولاك راحوا قابلوا مندوب جنوب افريقيا، مندوب المغرب، وخدوا منه مبلغ، مش هقول مبالغ فعلا، دي المعلومات اللي جات لي. خدوا منه مبلغ الساعه 11 12 بالليل. 8 الصبح تليفون راح لبلاتر اللي هو الداعم الاول لجنوب افريقيا. قالوا له المغرب خدت، لان عشان المغرب تاخد عملت ايه؟ ميشيل بلاتيني قعد مع الناس اللي هم هيدونا الاصوات، قال لهم مصر كده رايحه، هاتوا الاربع اصوات بتوع مصر حطوهم على الخمس اصوات بتوعكم، بقيتوا 9 وناخد، والثلاثه دول اتشطروا معاهم. فقال لك نوصل للثلاثه، خلاص هياخدوا 13 صوت ويعدوا. فاما حصل الموقف ده بلاتر عرف الصبح، يا عم داني جوردن اللي هو ماسك الملف بتاع جنوب افريقيا، الحق، حصل 1 2 3 4 الساعه 7 الصبح شنطه تانية راحت لبلاتر. لا مش للبلاتر للمعلم جاك وورنر. جاك وورنر تاني واحده تانية، نقدر نقول هو امين الصندوق بتاع توزيع التركه، راحت له تاني. فضرب من هنا شنطه وضرب من هنا شنطه 3 أضعاف الشنطه الاولانيه. يا نهار اسود. يوميها يمكن تتذكروا ان التصويت اتاجل نص ساعه بسبب الشنط والفلوس، عشان الشنط كانت رايحه جايه. المزاد شغال واحنا قاعدين مستنيين. انت كان معاك الفنان عمر الشريف الله يرحمه طبعا، وكان صديق عزيز جدا. وعمل مجهود. هقول لك على المجهود اللي عمل. خلصنا الكلام ده كله واحنا قاعدين بكل سذاجه منتظرين بقى الملف في امانه في الاختيار. فوجئنا بان 0. طب خليهم 1. انما لا، الكومبينه اتعملت لدرجه ان قابلت واحد في المطار واحنا راجعين من المكتب التنفيذي، قلت له انت مش واعد. وعدت ابراهيم محلب لما كان رئيس مجلس اداره المقاولين العرب وجابك هنا في مصر ولففك وفسحك وعدت ان صوتك يبقى لمصر. قال لي انا وعدت كده. طب ما نفذتش ليه؟ وهنسال ابراهيم محلب، باشمهندس ابراهيم شخصيه شفافه. طبعا. وحصل كده. قال لي بص، لما يبقى اخويا متاخد رهينه في جنوب افريقيا ويقولوا لي لو مصر خدت صوت مش هتلاقي اخوك. يا نهار اسود. توصل المرحله دي؟ طبعا، ده فلوس، ده بيزنس، ده ملايين، مليارات بتتم تناولها في كؤوس العالم. مليارات. وخطفوا اخوه رهينه في جنوب افريقيا؟ خدوه. عيسى حياته كان موقفه يا باشمهندس؟ عيسى حياته خليه يصحى بس من النوم الاول. لا على فكره بمناسبه خليه يصحى من النوم، معانا صوره كده جميله، او مش صوره، ده اخر فيديو اجتماع للاتحاد الدولي. كانك قريت الصوره اللي معانا، ده اجتماع للاتحاد الدولي بينام فعلا. لا والله العظيم. لا يا راجل، لا شاهد ما شافش حاجه، ده لسه امبارح، ده شاهد ما شافش حاجه خالص. هو دلوقتي بيدير الاتحاد الدولي لغايه فبراير. لغايه فبراير. انما من هنا لفبراير توقعي ان هتطلع حاجات من لسه في المدعي العام ناس جايه الاشتراكيه دي. يعني لدرجه ان في التوصيات اللي طلعت امبارح من لجنه تقييم الاتحاد الدولي اعاده تنظيمه، بيطلبوا ان المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يتم تقليص دوره ويبقوا 36 مش 24. وبالمناسبه كاس العالم هيبقوا 40 مش 32. في تفكير في توصيات بطلعت بالكلام 2026. هتلاقي ان المنظومه خلتني انسحب بسرعه. انسحب مش هرجع انا عشان اطلع في التلفزيون اقول الا لما اتضح جليا بالتحقيقات اللي تمت ان في رشاوي اتدفعت في جنوب افريقيا، وهتطلع دلوقتي تاني. يعني كل الكلام اللي انا كتبته بمصداقيه للجنه مجلس الشعب وقلت فلان خد كذا فلان خد كذا فلان خد كذا،
عرفت وحطيته لكن وقتها الناس كانت بتقول لك اهو يا عم اهو واحد ضحيه نذبحه بقى بسرعه. طب اذبحه، بس انا مش هستنى اما السكينه تيجي على رقبتي. تصبحوا على خير، عن اذنكم يا جماعه انا هلزم الصمت تماما. انت تماما بقالك واروح 11 سنه بعيد. واروح اشوف شغلي واكل عيشي. انا شغلي واكل عيشي واولادي واحفادي اهم من ان يحصل لي تجريح انا لا استحق. بس كل اللي في الساحه عادوا واستمروا وتقلدوا مناصب، والامر يعني بالنسبه لهم حسب الدم. هنا في دم ولا ما فيش دم؟ يعني حضرتك انتصرت او مثلا احساس بالمسؤوليه ولا لا؟ والمبادئ. حضرتك انتصرت القناعات والمبادئ الاخلاقيه اللي انت لما اكتشفت ان انت كان في يعني طريق فساد انت ما كنتوش يعني او ما حدش كان يعني يعلم عنه حاجه، ولما عرفت انسحبت. طب ليه حضرتك ما اتكلمتش بس؟ يعني ليه ما كانش حد هيصدق وقتها. لازم اتكلم امريكاني او انجليزي، زي ما البي بي سي وقفت ضد الناس دي، زي ما امريكا فتحت الملفات وطلعت حاجات سياسيه. انا ما عنديش مستندات، هم عندهم مستندات. انا عندي اقاويل ومصادر بس انما عشان يبقى عندي مصداقيه لازم اخد الملف. او اتفضل. انت اتكلمت عن مبالغ. حضرتك كنت اتكلمت عن ان في اجتماع حصل وحد طلب منكم. طب ممكن نعرف الموضوع دوت؟ حد طلب منك مباشره او مش مني؟ لا قالك زياره في الامارات. ده زياره في الامارات. طب بس نعرف بس اللي لا حصل. يسال فيها اللواء حرب، يسال فيها هاني ابو ريده، وكان محمد سياج الله يرحمه. الله يرحمه السجن يعني. طب ايه اللي حصل في الاجتماع دوت؟ طلبوا حرب طلبوا فلوس عشان نوثق كاس العالم. طيب خلينا نروح لحاجه تانية برضو، خطا بعيد بقى عن كل ده. يعني ده اعتقد برضو حضرتك ربما لومت نفسك عليه ولومت اللجنه بقى. انتوا ركزتوا بشكل غير عادي على داخليا. يعني احنا دلوقتي هننظم او عايزين ننظم كاس عالم، بدل ما نروح للدول الاخرى ونعرض عليها ملف. ودي الحقيقه غلطتنا في حاجات كتير، مش في ملف المونديال. احنا ركزنا نعمل حفله في اسوان وحفله في البراجيل وحفله في طهطا وحفله في زفته ومش عارف فين في طنطا وفي اسكندريه وفي البحيره، ونسينا الدول اللي هي هتدينا الاصوات. نسينا ان احنا نسوق نفسنا على مستوى العالم. ودي دايما غلطه احنا بنعملها. فاعتقد بنخاطب نفسنا داخليا. اعتقد دي مشكله كبيره. مش هقول لحضرتك حاجه. يعني انا من كتر السفريات وشيل الشنط لوحدي، لان وزاره الشباب كانت بتقتصر. والله يرحمه طلعت جنيدي، كان شخصيه جميله ورائعه. طبعا عمل مجهود كبير. كان بتحاول تقتصد في الفلوس. كنت بطلع بحوالي 40 50 60 كيلو مستندات لوحدي، واقعد اشيل وانتع فيها واروح اوضب الكمبيوتر عشان تعرض الملف المصري واللابتوب وما اعرفش ايه، واعرض الحاجات واروح اعمل بروفات. بس دي مجهودات من فوق لوحدي. في حين تروح هناك تلاقي المغرب رايحه بطياره خاصه، جنوب افريقيا كمان الطياره، الاقي نفسي انا راكب في البيزنس، لان مشوار مثلا من امريكا لمصر طويل. ابقى راكب بيزنس، ابص الاقي ال 12 راحوا بتوع جنوب افريقيا راكبين فيرست. انما انا يعني هعمل ايه لوحدي؟ انا عملت اللي عليا خارجيا. داخليا الناس مش قادره تفهم ان صوتنا ما بيوصلش، زي اللي بيحصل دلوقتي في شرم الشيخ. الاحداث بتاعت سينا النهارده لازم التحرك يبقى مختلف. وانا بلوم الناس كلها ان كل الناس تتكلم شرم الشيخ. يا اخوانا دهب ونويبع فيها منتجعات سياحيه الناس بتشحت فيها وهتقفل بيوت. هتقفل بيوت. فكروا كمان مش كل القوافل رايحه شرم الشيخ. يعني سياده المحافظ خالد فوده حبيبي، لان انا اعشق سيناء واعشق انت اشتغلت شغلك كله في سيناء بعد التخرج. انا من يوم ما خدناها من اليهود وانا شغلي في سيناء. انا بسوق كنت العربيه، ما كنت بقدر اسوق. كل اسبوع بعمل القاهره، السويس، راس سدر، ابو زنيمه، شرم الشيخ، اشوف شغلي واطلع شرم الشيخ، دهب اشوف شغلي، دهب نويبع اشوف شغلي، نويبع طبعا اشوف شغلي، وارجع من الطريق الاوسط. شمال سيناء بقى اخباره لغايه الطريق الاوسط عند نخل والحتت دي كلها. وكنت وانا سايق اقف بسم الله ما شاء الله، ربنا يحمي اللي رجع لنا الارض الحلوه دي. تبص كل يوم للجبل تلاقيه بلون مختلف، تبص للسماء تلاقيها لون مختلفه، تبص للبحر تلاقيه لون مختلف. كنوز كنا بعيده عننا. فشرم الشيخ دي يعني انا عشقي وحبي الكبير. يعني انا كل المشاريع الكبيره هناك انا يعني شرفت من اللي اشتغلت فيها. لكن برضه حضرتك ما جاوبتنيش، هل انتوا اخطاتوا كلجنه مؤكد في اللجنه الدعايه الداخليه؟ طب ما هو بتاع مصر لا يملك صوت وطبيعي، وهتقول له تختار جنوب افريقيا لا ولا مصر؟ كان كله بتاع اسوان ولا بتاع المنيا ولا بتاع؟ طب ما طبيعي. انا متفق معاك، انما ده يسال فيه الناس اللي هي مسؤوليه عن الترويج الداخلي. احنا الترويج الدولي، انا الترويج الدولي قمت ورحت وجيت وما اعرفش ايه، لكن الوعي
السياسي والقيادات السياسيه لم تعي اهميه استضافه كاس العالم على ارض الواقع. طب حضرتك قلت ان كان في تدخل من القيادات السياسيه في الدول الكبيره، كلنا عارفين دور طبعا جنوب افريقيا و نيلسون مانديلا بنفسه، نيلسون مانديلا، وعارفين دور كل، ولسه كنا بنتكلم على العلاقات السياسيه ما بين المغرب وفرنسا، وانه طلع امر رسمي انه فرنسا هتدي صوتها للمغرب. هل كان في تدخل من القياده السياسيه؟ هل كان في اتصالات ان احنا ناخد اصوات او كده، ولا كانت الامور بعيده عنهم تماما في الوقت ده؟ الاتصال الوحيد مثلا يقول لي سعاده السفير في لجنه وفد جاي لك، يا ريت حضرتك تقابله بس. انما على مستوى اكثر من ذلك مفيش. كان احنا عايشين في العنجهيه بتاعت مصر ام الدنيا، مصر التاريخ، مصر 7000 سنه حضاره. طيب على عيني وعلى راسي، استثمر انا الكلام ده ازاي؟ صوتي لازم يوصل بره، زي الكلام اللي بيحصل النهارده، الاحتفالات والافراح اللي في شرم الشيخ كلها داخليه داخليه. طب الناس اللي بره مين هيتحاور معاها؟ لازم جزء كبير جدا من موازنه الدوله يوجه لهيئه الاستعلامات، ويتم تغيير مفهوم هيئه الاستعلامات، ويتم المكاتب السياحه بتاعتنا في السفارات يتم دعمها بناس، وبعدين نبتدي نصرف اكتر في الاعلام الدولي. ده يعني الاعلام الدولي يعني كامبين او الحملات اللي بتتم لازم يبقى ليها ثقل ان مصر تبان باسلوب مختلف. طبعا اللي حصل في سينا ده هياخد وقت عشان يرجع. عشان يرجع نعتمد على السوق المحلي، نعتمد على السوق الاخوه العربي موجودين. لان النهارده اي منشاه سياحيه عايز 30% من دخلها بيتصرف على تشغيل الفندق وماهيات. طب انا اخد ال 30% دي لغايه 50%، ما ببصش بقى في مكسب لمده سنه سنتين، لان شرم الشيخ محسوده. يعني ده انا ما فيش وقت، ما فيش سنه 3 4 سنين الا لما تلاقي اكتوبر نوفمبر ضربه. التوقيت توقيت خطير جدا، اللي هي توقيت مؤتمر السياحي بتاع لندن، توقيت ضرب الطياره الروسي، توقيت تواجد فيه الرئيس السيسي في لندن، والمؤتمر السياحه العالمي اللي في لندن اللي هو اكبر مؤتمر. التوقيتات احنا مش عايزين نلغي حاله الاسترخاء اللي بتتم. يعني في استرخاء بيتم ان ما فيش حاجه في البلد والحياه ماشيه بقت لونها وردي. لا لا لا, لا احنا في حرب يا جماعه. بكل امانه وصدق الواحد وقت ما كان شايف اللي بيحصل في البلد كان الواحد بيخش يعيط لوحده. انا كنت بعيط لوحدي. كنت بتبكي. ايه ده؟ مش دي مصر اللي اعرفها يا جماعه، مش دي مصر. فالنهارده ان احنا نرجع نقف على رجلينا دي معجزه. ربنا بعت لنا قيادات وقفت، قوات مسلحه حافظت على البلد. صحيح. دورنا احنا بقى السياسي النهارده ان الشباب يقول احنا قمنا بثوره، احنا قمنا بثوره ثانيه اللي هي الاساسيه 30 يونيو، لان دي حقيقيه اللي كلنا نزلنا فيها في الشارع. لا انا دورنا النهارده ايه؟ انا اشتغل، ابتدي اشوف ان الناس دي واخده تركه زباله، واخده صندوق زباله كبير لازم تنظف منه الاول، لازم تقفل البكابورتات اللي اتفتحت واتطفحت في الشوارع، تنظف الكلام ده وتصلح وتقفل، وبعدين تعالوا حاسبوا الدوله. ابراهيم محلب انا كنت خايف للطب، مش ممكن المجهود اللي كان بيعمله الراجل ده. كل التحيه والتقدير لشخصيه وطنيه. يعني اللي كان بيحصل في الكوره هو اللي بيحصل، هو اللي بيحصل دلوقتي في شرم الشيخ، ان احنا حاطين راسنا زي النعامه في الرمل للاسف الشديد. يعني في متغيرات بتخش على الساحه لازم نواكب العصر. يعني النهارده معركه رئاسه اتحاد الكوره، معلش انا بتطرق لمواضيع مش قلقاني انما قرفاني، انا اسف الاصطلاح. امتى الجيل الجديد هيطلع يتولى القيادات؟ ولا احنا خلاص نفس الشخصيه؟ انا هبقى رئيس الاتحاد الدولي، عضو مكتب تنفيذ الاتحاد الدولي، عضو مكتب تنفيذ الاتحاد الافريقي، عضو مكتب تنفيذ الاتحاد العربي، عضو ما اعرفش ايه، مشرف على منتخب مصر. لا هاخد اتحاد الكوره كمان بالمره. الله يا سمير يا زاهر، انت عملته وانت صديقي، وعلى الرغم وانا رجعت العلاقات اللي بيني وبينك لان في صداقه ومحبه ومعرفه بعد ما انت تعبت ودخلت المستشفى. انا كنت واخد موقف من كل الناس اللي ما وقفتش جنبي وقطعتهم كلهم، لكن اما تعب سمير انا وقفت جنبيه. كنت واخد موقف من كابتن سمير؟ من كل الناس اللي ما حدش رفع راسه يقول لك هشام عزمي مظلوم. بس سمير زاهر له علاقه خاصه بيك في نادي هليوبلس وزماله دي علاقه خاصه، انما العلاقه الكبيره
كان في غضب موجوده، السبوبه الكبيره اتحاد الكوره موجوده يعني لكل الناس. انما النهارده انا قعدت يا سمير ربنا وقفك على رجليك، انسى بقى الكلام ده كله والعمل التطوعي ووجع الدماغ والتجريح اللي يحصل في الصحافه. شوف ولادك، شوف احفادك، اقعد معاهم، ابقى مستشار، اطلع اتكلم، قول كلمتين ينفعوا للاجيال اللي طالعه، ادي الرايه للجيل اللي طالع. ولا احنا خلاص هنكتب على انفاس كل الناس؟ انا اخش ابقى مستشار اديهم رايي في 1 2 3، انما ان انا اخش عايز اكوش على كل المناصب ليه؟ ليه؟ حرام يا جماعه اللي بيحصل للبلد، ان الناس في تعتيم اعلامي. ده فلان ده لا لازم نديله، لازم نقف جنبيه. لا يا جماعه، الجيل اللي طالع ده من حقه ان يتولى القياده. معلش انا تطرقت. لا باشمهندس هشام اسمح لي، خارجية. انا عايز استاذن بس طاقم العمل وزميلنا وليد عبد العزيز ان الباشمهندس هشام لازم يكون موجود معانا ان شاء الله في مره اخرى. عندك مانع يا باشمهندس هشام تكون موجود معانا يوم جمعه ان شاء الله؟ لازم تاني نتكلم، لانه موضوع المونديال الحقيقه موضوع كبير، والاحداث تتوالى وفضائح الفساد تتوالى، وبالتالي خبره حضرتك مطلوبه. بص السنه الجايه بقى ان شاء الله وعليكم خير. ليه؟ لان السنه دي احنا قربنا السنه الجايه خلاص، فاضل اقل من شهر. خلاص السنه الجايه يعني يناير. لا بصي انا برضو 2016 يعني انا لازم اروح اقعد فتره في شرم الشيخ، لازم اروح دهب، اروح نويبع، اروح طابه، اشم هوا نظيف. خلاص اعمل حسابك باشمهندس هشام، يعني اديني بس اسبوعين 3 كده ماشي. ادلع احنا نفسي. بنرحب بحضرتك دايما يوم الجمعه. طبعا باشمهندس هشام عزمي خصنا النهارده باول حوار واول تواجد على شاشات الفضائيات بعد غياب 11 سنه. هقول ملخص سريع للي ما لحقش المهندس هشام عزمي اتكلمنا معاه في ايه. اتكلم الاول طبعا الفتره اللي كان فيها نجم ولاعب في كره القدم في نادي الزمالك، وقبليه الطيران، وقبليه هليوبلس. وقال هليوبلس ليه فضل كبير عليا، وان انا كنت زملكاوي كنت اتمنى انضم للزمالك. جاله عرض من الاهلي وعرض من الزمالك بس فضل الزمالك. واتكلم قال انه في الفتره دي كان في القدوه وكان في قيم وحب وتقاليد رائعه ربما اختفت في هذه الايام. تطرقنا معاه طبعا لموضوع المونديال وصفر المونديال اللي لغايه النهارده الشارع المصري بيتكلم فيه، وقال انه الموضوع مش زي الناس ما فاهمه، ما فيهوش شفافيه ولا في الملف الاقوى. لا، الموضوع عباره عن مبالغ تدفع توصل لاشخاص معينين، وايضا علاقات سياسيه وتدخل رؤساء وملوك الدول ده بيلعب جانب اكبر. لكن في نفس الوقت اعترف الباشمهندس هشام بخطا فادح بنرتكبه الحقيقه في العديد من الامور، مش في موضوع ملف المونديال. دائما يكون الدعايه والتسويق محليا ونهمل العالم كله. بنتكلم مع نفسنا وبندفع في الاخر الثمن. باشمهندس هشام نورتنا النهارده ونشكرك جزيل الشكر. انا بشكرك وكل التوفيق، وهتكون معانا في بقالك 11 سنه بتزن عليا. احنا سعداء طبعا ان شاء الله حضرتك تعود الاعلام من خلال نايل سبورت، يعني ده ثقه كبيره فينا. لي الفرصه ان انا ده احنا اللي بنشكرك. واتمنى ما كنتش ما تجاوزتش حدودي. لا ده نشكرك، حضرتك معروف بالادب اللي في قلبي على لساني. اكيد. ونشكرك على حضورك وانك خصتنا بهذا الحوار. الله يخليك. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام دلوقتي نروح لفاصل سريع. بعد حوارنا مع الكابتن هشام عزمي ساعدنا طبعا بهذا الحوار كثيرا، وفي طبعا شفنا مفاجآت وهيبقى في مفاجآت باذن الله في حواراتنا القادمه مع كابتن هشام عزمي باذن الله. دلوقتي نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل بنلتقي مع فقرتنا حواراتنا الثانيه النهارده وضيفنا الكابتن محمد سعد نجم مصر والنادي الاهلي السابق. هنتكلم النهارده عن المنتخب الاولمبي وموقفه حاليا في طبعا تصفيات ريو دي جانيرو، وايضا هنتكلم عن الكره العالميه بشكل عام. كمان مش هننسى الدوري الممتاز لكره القدم والاسبوع السابع. بعد الفاصل لقائنا مع كابتن محمد سعد. رغم ان في انتقادات ان انت بتعمل حاجات والناس ميته، ما الحي يبقى من الميت. وبعدين احنا المحافظه الناس عايشه في اسر ممكن تموت لو انا قفلت شرم الشيخ، في اسر ممكن ما تلاقيش تاكل لو انا قفلت شرم الشيخ. لذلك انا بحاول تظل شرم الشيخ مفتوحه ايفنتات بالاحداث بالشباب الحلو اللي انت شايفه دوت. الناس دي بتيجي بتصرف بتعمل رواج في المدينه، ولا نقعد نبكي؟ بالظبط كده. انا بشكر المدير الشباب والرياضه حقيقه على الدعم الكامل لينا في المحنه اللي احنا عايشين فيها. اكم من كام فريق جه، انت عارف المنتخب المصري جه، النادي المصري جه، الاسماعيلي كان مخطط انه يجي هو والترجي، مباراه بتقام على استاد شرم الشيخ، بطولات اتنقلت من دول. كل دي حاجات ايفنتات بتساعد على
عوده السياحه مره اخرى. الشباب اللي جاي ده، ال 1200 شاب اللي جايين دول واللي قبليهم 1600، كل دول برضو بيجوا يعملوا رواج، وان ما عملوش رواج فهم بيرفعوا روحنا المعنويه، بيرفعوا روح الشعب المعنويه. عودة من جديد للصباح رياضة. شفنا تقرير مهم جدا، كنا بنتكلم لسه مع المهندس هشام عزمي في عودة السياحة مرة أخرى من واقع خبرته وعمله زي ما قال في شرم الشيخ. احنا شفنا التقرير للسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. نتمنى التوفيق دائما لشرم الشيخ والسياحة المصرية. تعالوا بقى نروح لفقرة مهمة جدا، حديث رجل الشارع في كرة القدم الآن عن المنتخب الأولمبي، وتحديدا كيف تتأهل مصر للمربع الذهبي في كأس الأمم اللي بيقام حاليا في السنغال. كلكم عارفين ان بكره مصر هتلعب مع مالي ان شاء الله الساعه 7 مساء، في نفس التوقيت لقاء نيجيريا هتلعب مع الجزائر. تعادل الجزائر ونيجيريا 0-0 او 1-1 وفوز مصر باي نتيجه على مالي تتاهل مصر، تتاهل مصر ونيجيريا. وتعادل نيجيريا والجزائر 3-3 تتاهل نيجيريا والجزائر، حتى لو مصر كسبت مالي 20-0. لكن لو ان شاء الله الجزائر كسبت نيجيريا يبقى جميل، مصر والجزائر تتأهل في حالة فوزنا على مالي. الجزائر لو كسبت الجزائر لو خسرت من نيجيريا تتأهل مصر ونيجيريا. المنتخب الحالي اكثر من 85% من العناصر بتاعته كانت موجودة من سنتين مع الكابتن ربيع ياسين ومع الكابتن محمد سعد في الجهاز الفني اللي كان بيقود الفريق في هذا التوقيت، وفاز ببطولة كأس الأمم وراح كأس العالم كمان تتذكروا في تركيا. احنا لحسن الحظ النهارده معانا احد اعضاء الجهاز الفني نجم مصر والاهلي الاسبق كابتن محمد سعد مدرب منتخبنا للشباب، اللي هو زي ما قلت اكتر من 85% من عناصره من المنتخب الاولمبي. صباح الخير يا كابتن محمد ومنورنا. صباح الخير. صباح الخير يا كابتن، وسعداء طبعا بلقاء حضرتك النهارده معانا في صباح رياضه. وتحب تبدا من المنتخب الاولمبي ومشوار المنتخب الاولمبي حتى الان؟ شفنا زي ماتش الجزائر وماتش نيجيريا وان شاء الله ماتش مالي غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني كان يعني المكسب بيجيب مكسب وبيدي ثقه، فلو كان في مكسب في الماتش الاولاني او في الماتش الثاني كان الامور هتبقى احسن كتير، ونفسيا ومعنويا بيبقى احسن كتير يعني. بس الكلام ده ما حصلش. ممكن المباراه الاولانيه كانت البدايه لكل المنتخبات ممكن يبقى الاداء فيها في توتر شويه، فكانت النتيجه 1-1 واحنا كنا اقرب ان احنا نكسب او نحافظ على المكسب. الماتش الثاني كان برضه نيجيريا كان في قلق شويه، لان نتيجه المباراه بتاعت الجزائر كانت قبليهم وكانوا كسبانين، فخساره هيبقى هم بره خالص، فكان في تحفظ شويه بالاضافه للاخطاء بتاعت الحكم. والشوط الاولاني بقى 2-0 شفنا اسوأ تحكيم في ماتش نيجيريا يعني، بس يحسب لكابتن حسام طبعا تعامله مع الموقف ومع اللعيبه في الشوط الثاني، وانه تمالكوا يعني ان هم يرجعوا ويبقى في 2-2 وكان في فرصه ان هم يكسبوا. ف يعني كان اداء كويس يعني، فان شاء الله لو استمرينا على الموقف ده او الاداء ده. اتفرجت على مالي كابتن محمد؟ فرقه مالي هي بص مش عايزين نستقل بيها لان هي فرقه كبيره، ده انا هجيب لك لقطات دلوقتي هنشوفها، وكانت قريبه برضه من الماتش بتاع نيجيريا 3-2 رغم من نتيجتها السابقه. وما تنساش انه تيم 20 سنه في مالي وصل للسيمي فاينال كاس عالم الشباب، وفي عناصر كتير جدا بتلعب في هذا الفريق، فبالتالي المباراه برضه مش هي مالي كوره في مالي متقدمه، وفي كل النهائيات بتبقى موجوده وبيبقى ليها اداء، ممكن ما توصلش انما بيبقى ليها دور في المركز الثاني والثالث يعني مصنفه برضه. اتفرجت عليها في ماتش الجزائر ولا في الماتش بتاع 3-2 بتاع نيجيريا بتاع نيجيريا عدت الشوط الثاني رجعوا برضه رجعوا للمباراه وحاولوا، وكان لو كان في وقت كان ممكن يبقى في. طيب ده لقاء مالي والسنغال، بس طبعا ده كان في التصفيات مش في الادوار النهائيه. السنغال طبعا خلاص تصدرت مجموعتها، ونتمنى التوفيق لتونس اللي هتلعب مع جنوب افريقيا النهارده الساعه 7 ان شاء الله. تونس لو كسبت هتضمن التأهل إلى الدور التالي المربع الذهبي هي والسنغال. السنغال ومالي، السنغال لابسه الفانلات البيضاء ومالي لابسه الفانلات الصفراء. منتخب مالي زي ما الكابتن سعد فريق قوي وفريق متميز وعنده عناصر متميزه، خاصه العناصر اللي في منتخب مالي للناشئين تحت 20 سنه اللي فاز بالمركز الثالث في بطوله العالم. بترشح مين من المجموعتين؟ يعني احنا قلنا خلاص السنغال دي ضمنت في المجموعه الاولى
في تونس وجنوب افريقيا النهارده اللي هيكسب فيهم هيتاهل، ترشح مين كابتن محمد؟ يعني انا اتمنى ان تونس يبقى ليها تواجد يعني. المجموعه الاخرى طبعا مصر طبعا نمره واحد، والجزائر كمان. تتمنى تعتقد ان الجزائر هتكسب نيجيريا بكره؟ انا عايز اقول لك حاجه، نيجيريا ما يعني فرقه ما يعني مش مزعجه قوي. معظم الفرق بتاعت افريقيا هتلاقي الاربعه اللي ورا او كده ادائهم ممكن تقدر تتعامل معاهم في سرعات، يعني ممكن تشتغل معاهم، يعني كهربا واللعيبه بتاعتنا تقدر تتعامل معاهم، وبرده لعيبه الجزائر تقدر تتعامل معاهم. فهم يعني يمكن في الناحيه الهجوميه او في نص الملعب مميزين شويه، انما في الناحيه الدفاعيه عفوا الناحيه الدفاعيه عندهم مشكله، سهل ان انت تخترقهم وسهل تشتغل معاهم، بالدليل الاهداف اللي دخلت. طبعا ده دخل وبعدين يعني 4 اهداف. وبعدين علامه استفهام ان هم بيبقوا بادئين كويس، وممكن بيكسب 2 وبيتعادل معانا 2-2، بيبقى كسبان 3 وبيتعادل 3-2، يعني النتيجه بتبقى قريبه، فمعنى كده ان هو بيخش فيه جوان، والحته دي فيها مشكله، يعني 4 جوان بس انتوا نفس العناصر دي تقريبا كانت موجوده معاكم في لا مش كلهم انا قلت 80%. في اضافات، لا في اضافات طبعا جت، وفي ناس برضو كانت موجوده وبعيد، يعني صالح لو كان موجود كان هيبقى واحد. صالح جمعه هو كان موجود بس اصيب في اللحظات الاخيره. رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اسامه ابراهيم، بس هو ما ابتداش. محمد هاني كان بيجي معانا على فترات بس كان لسه عظمه طري شويه. مسعد عوض، كوكا لو كان موجود، متولي في كهربا كان موجود معاكم. كهربا طبعا كان لعيب كويس وكان مؤثر معانا. مصطفى فتحي جديد طبعا، ومصطفى فتحي وبعدين كان موجود معاكم برضه مصطفى فتحي؟ لا مصطفى لا. كريم كان كريم نافذ لا كريم الثاني، كريم بتاع وادي دجله، كريم ممدوح كان بيجي معانا على طيب فترات يعني 80% زي ما قلت او 85% من العناصر. لا بس كان دلوقتي بقى في اضافات كويسه طبعا اكيد. خدوا خبره بقى وبقى لهم بيلعبوا كتير في الفرق الاولى بيلعبوا كتير في الدوري الممتاز وعندهم خبرات. انا بس برضو بشيد مش انا صعب ان انا اقيم كابتن حسام، بس كابتن حسام ما شاء الله عامل مجهود كويس طبعا، ادار المباراه يعني كما ينبغي. ان هو برضو في الشوط الثاني لا الموضوع صعب ان تبقى فرقه خسرانه في بطوله زي دي 2-0 ومن نيجيريا، واللعيبه اعصابها فلتت، فمش اي حد يخش الاوضه ومع اللعيبه دي في الموقف ده ويبتدي يتعامل معاهم وهم يستجيبوا، والحمد لله يعني في اول 5 دقايق كان في هدف وبعد كده الهدف الثاني. عندي خبر جميل بقى جدا، الفيفا بالامس على موقعه اعلن عن تصنيف المنتخبات. مصر قفزت للمركز ال9، يبقى كده احنا دخلنا في المستوى الثاني، وطبعا القائمه كان على راسها عالميا بلجيكا والارجنتين واسبانيا، لكن على المستوى الافريقي كوت ديفوار في الصداره جاء رقم 19، الجزائر 28، غانا 33، الراس الاخضر 39، تونس الخامس 40، السنغال في المرتبه 44 والثالث افريقيا، الكونغو 48، غينيا 50، مصر 57، يبقى مصر في المركز التاسع افريقيا و57 عالميا. احنا عايزين نوصل او نفضل في المستوى الثاني، يعني المستوى الاول الوصول ليه مش سهل، يعني لان المباريات اللي هتلعب مش كتير من هنا للتصنيف في يونيو اللي هو هيتم على اساس القرعه، لكن وجودنا في التصنيف الثاني يعني يخلي الامور اسهل شويه. هو كده يعني برضو انت يعني اللي عايز يعمل بطوله بيخش بقى، يعني ما بيهمهوش التصنيف على قد ما هو يبقى فيه تركيز وتعامل كويس مع ال3 فرق اللي موجودين معاه في المجموعه. كابتن حسام البدري ما بيهتمش بتصنيفات يعني مصر او حتى كمان المديرين الفنيين، المدير الفني للمنتخب الوطني، هم يهمهم بس المباراه والبطوله اللي هم داخلين. اصل التصنيف مش هيفرق في حاجه لو انا كسبت ماتش او خسرت ماتش، وانا هخسر 3 بونت او هكسب 3 بونت، ما بيدينيش ميزه غير في التصنيف. وان هي في القرعه مثلا لو في فرقه جامده ممكن اتجنبها، ابقى انا اول مثلا تصنيف اول فهلاقي اقل مني في التصنيف، انما الاقوى في خلال المباراه هو نتيجه شغل المدرب وشغل اللعيبه هو اللي بيكسبه، مش عشان هو في التصنيف الاول او الثاني او الثالث. طيب نروح بقى للانديه. كابتن محمد تسمح لي هبدا بالزمالك عشان موضوع المدرب، عشان في اخبار جديده برضو عندي بالنسبه لموضوع المدرب، وعين نتكلم طبعا على لازم معسكر الاهلي ومعسكر الاسماعيلي ومباريات الاهلي في الامارات ومباريات الاسماعيلي في تونس كمان، الحقيقه يعني كانت تجربه كويسه جدا.
بالنسبه لموضوع المدرب يا جماعه، وكل ما نشر كتب في كل المواقع الرياضيه عن ان فوزي البنزرتي اقترب بشده من تدريب نادي الزمالك. طبعا فوزي البنزرتي مدرب قدير، مدير فني النجم الساحلي اللي حاز على الكونفدراليه، كان مدير فني للترجي في 94 لما كسبوا الزمالك حتى 3-1 في الفاينل، ومدرب تقيل، خلينا نقول انه مدرب فعلا متميز يعني. الحقيقه انا اتصلت بمصدر بس مش هقول اسمه، مصدر مهم جدا في النجم الساحلي، قال لي ان فوزي البنزرتي موقع تعاقد لغايه 2017. طب ممكن يرحل عن الفريق؟ قال لي ممكن يرحل، واداره النجم بره او في تونس مفيش مشكله، انت اذا ما كنتش حابب انك تستمر بيقول لك خلاص مفيش مشكله. لكن النقطه الجديده انه فوزي البنزرتي جاله عرض اخر، وربما يكون منتخب تونس اللي هو بيتولاه حاليا كاسبرزاك، ربما، خاصه انه اول امبارح كان في لقاء رئيس الجمهوريه التونسيه قائد السبسي التقى برئيس نادي النجم الساحلي وفوزي البنزرتي، واستقبلهم يعني كنوع من التقدير على فوزهم ببطوله افريقيا. فربما يكون تطرق الكلام انه فوزي البنزرتي ممكن يكون مشرف على منتخب تونس. فانا بتصور انه امكانيه انه يكون موجود في الزمالك ربما صعبه شويه، وربما نشوف وجهه نظري مدير فني المنتخب تونس. انما لا جدال انه مدرب متميز جدا. شكلك كلمت فوزي البنزرتي نفسه يعني، رائع جدا. لا هو كلم السبسي مش هو كلم السبسي كابتن محمد، تابعت فوزي البنزرتي وعارف انه الزمالك في بعض الاسامي المرشحه زي باكيتا، زي في كمان كارتيرون المدير الفني لنادي مازيمبي اللي فاز ببطوله افريقيا، زي المدير الفني جرزيتو لنادي المريخ السوداني اللي وصل سيمي فاينل دوري الابطال. انت لو صاحب قرار يعني، هل ممكن تاخد فوزي البنزرتي وتاخد التجربه؟ هيبقى اول مدرب عربي موجود، ولا يكون مدرب اجنبي، ولا الجهاز الحالي يكمل مثلا اللي هو الكابتن طارق مصطفى والكابتن سامي الشيشين؟ وطبعا كل التقدير لكابتن فوزي، طبعا ليه باع كبير جدا في تونس وفي افريقيا ومع الرجاء كمان، ده نسيت اقول واعتقد يعني لو في اختيار بالنسبه له هتبقى منتخب بلده طبعا. هيبقى اقرب يعني. انما هو على اساس ايه انا هختار؟ لازم هيبقى على اساس ايه انا مشيت اللي قبليه. فهو اللي مشي اللي قبليه على اساس ايه؟ ده مهم جدا. مهم جدا. هل هو ما عملش بطوله؟ عمل بطولتين، دوري وكاس. كويس. اللي هيجي ده هياخد نفس الرقم اللي كان بياخده قبل كده؟ اللي قبليه المفروض في رقم قريب. فهو على اساس ايه ده مشي؟ عشان اعرف انا على اساس ايه هختار. فدي مهمه. انا مش صاحب قرار في حاجه زي كده، ومعلوماتي زي معلومات الناس كلها ان موضوع مادي ورفض فلوس مصري، مش يعني موضوع مش تدخلات من مجلس الاداره زي ما بيقولوا في عمل معلوماتي كده. فمهم انا عشان اختار لازم اعرف انا الاول مشي ده ليه، او انا مشيته عشان ايه، وعلى اساسه ببتدي اختار في اللي جاي. بس يعني انا اي مدرسه هي الانسب. تشوف المدرسه البرتغالي نجحت في مصر، احنا شفنا مدربين في الاهلي والزمالك في السنين الاخيره، شفنا فنجادا وشفنا مانويل جوزيه وشفنا فيريرا، كتير جدا برتغاليين. المدرسه البرتغاليه اثبتت نفسها في الكره المصريه ولا؟ هو طبعا مانويل جوزيه يعني هي بتيجي ايه، مش عايز اقول موضه، بس بتيجي تفوق لمدرب في مصر، وهو كان ليه كمان ايد في ان هو يجيب كتير يعني. ايام فايتسا كان مدرب الماني، كله جاب الماني. كان معظم الناس اللي بتفتقد كان فيلد كامب جاي من الاسماعيلي، مش فاكر تاني ايه، بس يعني الموضوع كان متكرر. كل الاختيارات من المانيا. والنادي الاهلي لما كان مشي فايسا كان برضو بيفكر في واحد الماني، وفعلا تقريبا جه بعد كده ناس كتير المان يعني. فهي بالنسبه لنا في الوقت الحالي فعلا البرتغالي مميز عندنا وعمل نتائج كويسه. طيب انا عايز اروح رغم ان اي حد بيجي بياخد بطوله يعني، جريدو اسباني جه عمل بطوله. وفريق الزمالك فريق متميز يعني برضه. طبعا. طبعا. بس هي الفكره دلوقتي انت دلوقتي ضيق دلوقتي، والناس مطالباك ان يبقى في قرار بسرعه. ربما يعلن اسم المدرب برضه على حسب مصادري خلال 72 ساعة. ربما مجلس الزمالك يعلن عن اسم المدرب خلال 72 ساعة، يعني ممكن يوم الاثنين أو الثلاث قبل استئناف
الدوري، يعني البعض بيقول يكون لا او أجنبي صعب برضه. لكن ممكن يعلن عنه. فالاختيار برضه هيبقى بسرعه. طب لو يعني ممكن يبقى في نسبه خطا شويه او تقدير مش مظبوط ادام انت متسرع ولازم تاخد قرار دلوقتي. وفي نفس الوقت طب لو ما خدتش قرار الموضوع هيتم ازاي؟ هو هيشتغل لازم ازاي؟ لازم المدرب اللي يجي يكون عنده خبره طبعا باللاعب المصري بالكره الافريقيه، لانه في مدربين بيجوا بيبقوا في حاله ذهول لفتره من تصرفات اللاعبين، انت عارف طبعا ده. لا هو اللاعب المصري طبعا محتاج معامله يعني يبقى عنده اللي يشتغل معاه يبقى عنده خلفيه عن اللاعب المصري بيتعامل ازاي وكده. مهم. انا عارف انه بينام متاخر ويصحى متاخر، ممكن التدريب ممكن يعني الحاجات اللي احنا عارفينها طبعا اللي هي بره في التزام، يعني اللاعب بيبقى هيتعب. ملتزم لاقصى درجه يعني. هيتعب. وطبعا هنا الوسائل الاعلام ليها طبيعه خاصه. طيب تعالوا نروح لمعسكر الاسماعيلي في تونس. والاسماعيلي بدا بدايه كويسه قوي مع الافريقي وكان كسبان لغايه اخر دقيقتين، وبعدين مع الترجي وهنشوف المباراه احنا عرضناها لحضراتكم على فكره بعد انتهائها في برنامج الكره الافريقيه، بس النهارده هنشوف الاهداف. الاسماعيلي خسر 3-0 وعمل مباراه سيئه جدا. تفسيرك لده ايه يا كابتن محمد؟ ده المفروض انا لما اروح في تونس اول مباراه ممكن اتخطف زي ما بيقولوا، بس تاني مباراه لما اخد على الاجواء والملعب والمناخ اعمل مستوى اعلى. يعني المعسكر ده المفروض ان هو تدريبي. يعني 12 يوم 12 يوم يعني. فهو برضو اي يعني المباريات التجريبيه دي بيكون بيجرب حاجه، بيشوف لعيبه لسه راجعه. بيحاول ده هدف مثلا في اول دقيقه، غلطه من خط الوسط اول دقيقه في المباراه في اول 50 ثانيه، وتقدم الترجي 1-0. ربما ده عمل بقى رد فعل عكسي مع اللاعبين وعمل نوع من الاحباط شويه. هو طبيعي طبعا لما بيبقى في هدف في اي فرقه يعني في اول دقيقه او في الاول خالص كده بيدي عدم اتزان. ويفرق برضو معاها اللعيبه اللي موجوده في الملعب تقلها ايه وقدراتها ايه عشان تقدر تلم نفسها بسرعه. فيعني برضو فرقه الاسماعيلي مش يعني ما فيهاش ناس تقال عددهم كتير، قله خبره يعني. قله خبره طبعا ان اول دقيقه يخش فيا جون، بس بتحصل في اي يعني الموضوع وارد يحصل في اي حته. هي خطوه كويسه. الريال خسر 4 يعني مباريات وديه في تونس ومعسكر تجريبي اكيد هيفيد الاسماعيلي. لا ما في فوائد كتير يعني الفايده ما بتبقاش ان انت كسبت او خسرت. لا الفايده في ان انت لعيبه عدد كبير من اللعيبه انت بتدخله في المباريات ما توقفش زي الدوري ما توقفش الشغل. عنده اختياراته هتبقى اكتر. في لعيبه كانت بعيد قربها، ممكن يجرب لعيبه في اماكن مختلفه. الاخطاء دي المفروض ان هو بيستفيد منها عشان بعد كده ما النهارده بيلعب الاسماعيلي مع مستقبل المرسى، اخر مباراته الساعه 3:30 عصرا توقيت القاهره ان شاء الله. برضه ضغط المباريات يبقى بيعود برضه على اللعيبه ان لما يجي يلعب كل 3 ايام مباراه ومع فرق يعني هو في تونس وفرق قويه. هو يعني انا بس ليه يعني حلو طبعا ان الفرق المصريه تطلع بره وكده ويبقى في معسكرات وكده، بس احنا اولى. يعني الامارات تعتبر مصر برضو، بس في نفس الوقت احنا في ظروف ممكن زي بتكلم على الاهلي والزمالك ان راح الامارات يعني. كابتن هشام برضو ليه وانا عارف ان الشركه الراعيه بتبقى ليها دور في ان هي حاجه زي كده، بس مهم برضو ان انا ممكن اجيب الفرق دي في شرم الشيخ في الظروف اللي احنا هي جايه على فكره. تيم البنزرتي هيجي لو الكلام ده مظبوط يبقى احنا شغالين صح. ده بالنسبه للاسماعيلي، لكن الاهلي والزمالك انا بتكلم عموما على الفرق اللي هي بتعمل معسكر بره. ممكن يتعمل هنا ونجيب الفرق والشركه الراعيه هي اللي تجيب والفرق الثانيه هي اللي تجيب الشركه يعني هي اللي تجيب الفرق. يعني زي مثلا يعني زي ما احنا نعملها هناك نعملها هنا بنفس الفرق. يعني الفرق هي اللي تجي لنا هنا. والله تفكير كويس. طيب حضرتك يبقى معسكر برضه نفس الماتشات اكيد. بمناسبه تيم 19 سنه اللي انت يعني كنت مسؤول عنه، الكابتن ربيع كمدير فني وحضرتك كنت معاه طبعا، وعملتوا بطوله افريقيا وعملتوا تاهل لكاس العالم. الحقيقه جالي رساله من كرولوس كرومل، ده مدرسه طارق بن زياد، ده امين اتحاد الطلبه، بيقول انه دوري المدارس رغم انه اتحاد كره القدم لغى المرحله السنيه اللي هي بتاعت 19 سنه اللي هي فيها اللعيبه ديت، دوري المدارس المفروض ان هو ياخد اهتمام غير عادي، لكن في المقابل بيقول انه بيلاقي اهمال شديد جدا من المسؤولين عن الرياضه عن التعليم، وبيقول انه كان بيتصور انه المرحله السنيه اللي هي بتاعت ثانويه عامه وثانيه ثانوي لا بقى 18 سنه 17 سنه هيبقى فيه اهتمام كبير جدا لان في مواهب ممتازه، ورغم كده كمان الدوري ده ما بيلاقيش اهتمام. طب دلوقتي بعد الغاء مسابقه
19 سنه كابتن محمد ولا 20 سنه، العناصر المميزه دي هتعرفها منين؟ وادي دوري المدارس كمان انت بتهمله، تقدر تعرف عليها ازاي او بص تلاقي طريقها ازاي؟ خلينا نقول للناس اللي هي اعمارها في اللي انت بتتكلم عليه دي ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي، في الكوره بيبقى المفروض ان هو متاخر، متاخر قوي، ان هو ممكن يبقى موجود في نادي يعني. فالموضوع ده كان لازم من بدري قوي. ففي الكوره بيبقى متاخر قوي، الا لو هو دوري المدارس. ما انت بتتكلم في اولى ثانوي، واولى ثانوي دي 15 سنه مثلا 14 سنه. لا انت بتقول ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. اولى وثانيه وثالثه، ما هو دوري المدارس ثالثه ثانوي عنده 18 سنه. 18 سنه يعني منتخب الشباب المفروض يعني لو كويس يبقى في منتخب الشباب. فهو موجود مش موجود في نادي، فهو ادعى ان هو لو كويس واداء كويس يبقى موجود في النادي اللي هو في المنطقه. كشافين الانديه بيروحوا الحاجات دي يا كابتن محمد زي زمان ولا؟ يعني انا كنت بروح جبل الاصفر نتفرج على لعيبه، وكنا بنسافر الصعيد ونسافر اسكندريه. دي كانت معروفه عنكم على كابتن ربيع على طول. يعني كنا بنعمل الكلام ده يعني. فاكيد برضه. وبعدين انا معلوماتي بس اليتها ازاي انا مش عارفها بالظبط. ان الباشمهندس خالد عبد العزيز عامل في مراكز شباب كتير، ومركز الشباب لما يبقى عنده لعيب كويس اكيد حواليه في نادي بيروحوا في اختبارات الانديه كلها بتعملها. لكن قرار الالغاء انت معاه ولا مش معاه بتاع مسابقه 20 سنه؟ انا ما اعرفش برضه هي على اساس ايه بتتعمل، ان انا الغي مرحله. ممكن على حسب الاجنده الدوليه في كاس عالم للفرقه دي او خلصتها خلاص فبتتلغي. يعني على حسب برضه بتفرق طبعا. يعني ممكن عاطفيا الناس تتجاوب معاها ان هي، انما فنيا لو اشتغلوا 93 تاني هيشتغلوا عشان ايه؟ ما خلاص المفروض خلاص يبقى فريق اول. اكيد. طب نروح لمعسكر اخر، معسكر النادي الاهلي. ده طبعا بيستعد في هذه الايام لعوده دوري ممتاز لكره القدم. شايف اداء النادي الاهلي في مسابقه الدوري قبل التوقف، ويعني المعسكر هيقدر يفيده بايه؟ في ظل طبعا وجود ديسيرو المدير الفني الجديد. زي ما قلنا اي مدرب بيجي لازم بياخد وقت شويه عقبال ما ينسجم مع الفرقه. كويس ان في فتره توقف دلوقتي وبيشوف كل الناس. ممكن كان محصور في عدد معين من اللعيبه بيشوفهم. في اضافات من تحت من الناشئين، في حوالي 4 لعيبه. في حارس مرمى انا مش متابع كويس قوي بس عارف ان في حارس مرمى وفي 3 لعيبه كمان. فكويس ان بقى لنا فتره كبيره ما فيش حد بنشوفه او بيشارك من الناس اللي تحت، خصوصا في الفتره بتاعت جوزيه. رغم ان احنا كنا برضو في النادي الاهلي وكابتن ضيا كان في عندنا لعيبه كويسه جدا مواليد 87 وكده، بس كان ان حد يشوفهم من فوق الفرصه كانت صعبه. يعني عكس زمان كان كابتن جوهري مثلا كان يجي يعمل ماتشات يجي يعملها مش مع الفرقه اللي تحتيه، الفرقه الاصغر اللي احنا كنا المفروض مع عشان يتفرج عليه مع كابتن عادل طعيمه. كان معظم اختياراته كان بياخدها من عندنا. فكان في استفاده وهو برضه بيبص. معسكر الاهلي في دبي في التوقيت ده مفيد؟ طبعا. يعني هي في الاخر ماتشات وديه اتعملت هنا هناك، ماتشات وديه بيتفرج على الناس. شريف حازم بقى له فتره مش ما بيلعبش. كان موجود بيشوف يعمل انسجام، لانه ممكن لو اتزنق هيلعب هو مع سعد سمير او مع يعني شغل. عايز يتفرج على الاولاد الصغيرين، عايز يجرب طريقه لعب، عايز عبد الظاهر ظهر شفناه. امتى يوصل للتوب فورم او يعني ديسيرو مع النادي الاهلي؟ يعني امتى نقدر نقول ان هو فهم الفرقه جدا ووصل معاه ان هو يكون توب فورم؟ يعني محتاج له سنه على لا هو اصل بتاخد وقت مع المدربين الاجانب مثلا اللي ما عندوش خلفيه طبعا. لا ما انا عايز اقول لك حاجه برضو، في النادي الاهلي عنده لعيبه مميزه وعندها وعي تكتيكي وخبرات برضو سهل يتعامل معاهم، مش هياخد وقت كبير يعني. بس هي تقصد على ياخد الاجواء، لان انت عارف الوضع في الاقطار العربيه مختلف شويه. يعني هو لما بيروح يدرب في اي دوله اوروبيه نوم الساعه 7 يعني نوم الساعه 7، تمرين الساعه 8 يعني تمرين الساعه 8، تمرينين في اليوم. يعني ما فيش، انت عارف بره فيه الالتزام. لا هو طبعا هو في النادي الاهلي فيه التزام برضه وكده، بس
انت مش هتقدر، اللعيب مش هتقدر تراقبه 24 ساعه او تبقى ساعة. والاهلي بيعمل حاجه كويسه دايما، تمرين وبيكون الصبح بدري. ده جوزيه اللي أهميكوا الكلام ده. جوزيه كان عملها او هو اللي بيعملها 9 صباحا 9 اللعيب بينام غصب عنه الساعه 9:30 ل 10 يكون في السرير. لما كان في لعيبه ثانيه بتنام وبتسهر وتطلع التمرين وبعد كده ترجع والله فعلا بيطبقوا. كان في لعيبه بتعمل الموضوع ده. ما حدش يقدر يغلبهم. لا هي طبعا بص، الاحتراف بيبقى نابع من اللعيب. اللعيب بيبقى عارف التزاماته ايه، وهو اكتر واحد بيحافظ على نفسه لان هو سعره في صحته بس يعني انت بتقول ممكن يعمل الموضوع ده، بس بيبان عليه برضه طبعا يعني لعيب راح وسهر وراح على التمرين ونام بعد التمرين اكيد هيبقى مرهق. لا ما بيبان طبعا، ما انا بقول لك على حساب ادائه وكده، وهو راجل محترف شايف ان يعني لو كمل على الموضوع ده موضوع مش انت من انصار التدريب اكتر من مره في اليوم، ولا يعني كان في بعض المدارس تدريب واثنين وثلاثه كمان في اليوم؟ يعني الكابتن مره اسامه خليل قال لي في الولايات المتحده الامريكيه لما كان في فيلادلفيا كان تدريب 3 مرات في اليوم. انت من انصار التدريب الكتير ده ولا هي مره واحده تكفي؟ لا هي اصل هو الموضوع مش مره ومرتين وثلاثه او على حسب الاحمال اللي انت المفروض تشتغل بيها مع اللعيبه. وانت شغال في فتره اعداد ولا في الفتره اللي هي فيها منافسات عشان تقدر تشتغل معاهم. انا عارف بره بيبقى فيه عدد، يعني بيبقى فيه ممكن تمرينتين في اليوم، بس الغرض يعني ممكن التمرين الاولانيه الرئيسيه هي الفتره الثانيه، انما هو عايز يركز على حاجه معينه بيبتدي يعملها من غير احمال، يبقى الموضوع ما فيهوش تحميل. وفي نفس الوقت برضو انت بتحسن جزء معين انت عايزه، اللعبه مثلا من لمسه واحده، ممكن يبقى شغل تكتيك، انت بتجرب تكتيك بتحفظهم تكتيك، يعني شغل ما فيهوش حمل بدني، عشان التمرين الثاني هو المفروض الفتره الرئيسيه او صحيح. نادي الاهلي يلعب مع الصفاقسي المباراه القادمه، ودي طبعا اعتقد تجربه كويسه جدا وجاده جدا. الصفاقسي ماتش تقيل طبعا، وهتلاقي برضو في تركيز من اللعيبه اكتر من المباراه الاولانيه. اسم الصفاقسي تقيل وعنده اللعيبه تقال، واتقابلوا قبل كده كتير في افريقيا طبعا وكده، طبعا فهيبقى ماتش تقيل يعني، اكيد تقيل يعني تديله الصفه الرسميه. وده المكسب. الزمالك كمان يعني احتمال خلال الساعات القادمه يكون كمان في الامارات، ويعني هيلعب ماتشين او ماتشين هيلعب مع ممكن يكون الاتحاد الليبي، دي اخر حاجه اللي موجود هناك. كان في مشكله الحقيقه في معرفه المباريات، البعض قال سراييفو، البعض قال يعني لسه ما تعرفش، بس اخر حاجه ممكن يكون في مباراه مع الاتحاد الليبي. والاتحاد الليبي فريق جيد برضه. فرقه كويسه طبعا وبتستعد، وتقريبا وصلوا تقريبا في التصفيات بتاعه كاس العالم تقريبا، اخر ماتش تقريبا كانوا كسبانين معظم العناصر المنتخب صح من الاتحاد الليبي والاهلي الليبي واهلي بنغازي، فبالتالي يعني رغم انه ظروفهم صعبه جدا ومفيش دوري بس عاملين نتائج كويسه. كل الناس شغاله. احنا كمان عايزين نعمل نتائج كويسه. كله كويس. على فكره اتفضلي يا ران، اتفضلي. كمل يا طارق. عشان لا انا كنت عايز اقول ان بعض الناس بعتت رسائل وقالت لي يعني يا ريت يعني تاخدوا بعض، حتى منهم بعض الاخوه من الجزائر والمغرب ومصر. طبعا ما فيش مشكله، ممكن نبقى ناخد بعد كده في الايام بتاعت صباح رضا بعض رسائلكم، بس ما وعدتش طبعا كم كبير، بس بعض الرسائل بيبقى فيها مقترحات. طبعا بيبقى فيها بعض المقترحات والاراء الجميله، لانه في مشاهدين بيفهموا في الكوره والله اكتر من كوتشات. احنا كنا في الجزائر، الناس هناك بيحبوا المصريين جدا جدا طبعا جدا، بعيد عن المنافسات، ممكن يبقى فيها عصبيه شويه والكلام ده منك ومنهم، انما هم ناس جدا. وبعدين يعني شايلين، يعني تقعد تتكلم مع واحد يقول لك انا والدي حارب معاكم في 73. طبعا الجزائر كان ليها دور ممتاز، انا اللي علمني واحنا عربي كان لنا دور مع مدرس مصري عربي مصري، فالامور دي لسه محتفظين بيها صحيح. واحنا كان كمان لينا دور مع الثوره الجزائريه كمان متميز بالظبط. فالعلاقات المفروض كويسه بعيده عن الشغل واحنا دورنا كاعلام، وده قلت الحقيقه في اكتر من برنامج، دورنا ان احنا ننمي العلاقات دي خاصه في الظروف اللي احنا فيها كابتن محمد. طبعا. وبعدين احنا يعني يمكن المجموعه بتاعتنا اكبر ناس اتعاملوا مع الشعب الجزائري، قعدنا تقريبا شهر هناك. ده انتوا لعبتوا دوره. ما انا عشان كده بقول لك قعدنا شهر هناك، تنقلنا كتير وتعاملنا كتير، فعرفتهم عن قرب بقى وتعاملنا كتير. يعني
بامانه يعني الناس بيتفرجوا دي على القنوات المصريه الناس دي بشكل يعني جيد جدا. الناس دي بيحبوا مصر يعني قوي. الكلام اللي حصل تحية. ده لا يعني لا لا كان بعيد كل البعد. وبعدين بعيد إعلام. تماماً لما عن واحد الإعلام. لما واحد يعمل تدخل موقف الإعلام ما ينفعش السيء. اعممه والموضوع بيبقى صعب قوي. صحيح. طبعاً. تحيه الواقع مننا غير كده خالص. تحيه مننا للشعب الجزائري اللي بيتابعنا بشكل رائع وجميل، وبنسعد برسائله وبنرحب برسائلهم وارائهم، يعني يسعدونا جدا بيها. اتفضل يا رنا. نروح بقى لمواعيد الاسبوع السابع اعزائي المشاهدين. ان شاء الله يوم الاحد 6 ديسمبر 2015 هيبدا الاسبوع السابع. الشرطه امام وادي دجله الساعه 2:30، المحله امام الداخليه الساعه 5، وبتروجيت امام المقاولون الساعه 7:30. طبعا ما فيش اسماء من الانديه اللي خارج مصر في معسكرات زي الاسماعيلي والاهلي هو المفروض عشان متاخد منهم لعيبه. بتروجيت تم تاجيله بالفعل. تم تاجيل بالفعل. يعني مباراتين بس يوم الاحد. الشرطه ودجله. كويس ان الدوري شغال. المحله والداخليه. ذكاء من الاستاذ عامر حسين، انه كان زمان فترات التوقف في جيلكو ما كانش في اي فريق بيلعب، فهو لقى انه المنتخب عناصره اهلي وزمالك واسماعيلي، فكل الفرق الثانيه ممكن تلعب. لا هو متهيألي في حاجه بند في اللائحه كده ان اكتر من 2 لعيبه. اكتر من 2 لعيبه من حقه هو صح، مش معقوله فريق هيبقى فيه 8 لعيبه وتقول له العب بقى. التانيين الفرق الثانيه تشتغل وكده، بس يعني ممكن في وقت من الاوقات تلاقي الناس دي اشتغلت وفي فرق كبير ما بينك وبين، فممكن تبقى فيها مرونه شويه ان انا مره اعمل كده ومره اعمل كده. دوري شدك السنه دي يا كابتن محمد ولا؟ هو الدوري هيبقى قوي في منافسه، بس يبقى في منافسه طبعا في مين اللي هينافس مع الاهلي والزمالك ممكن؟ لا مش يعني على التوقعات او على المقياس اللي احنا شايفينه ده. الداخليه على فكره السنه اللي فاتت ابتدت كويس قوي، وكانت ابتدت اول 4-5 ماتشات كويس قوي، وابتدت فيعني انا اتمنى ان هي تكمل زي ما هي دلوقتي الاول. تكمل الاخر، ممكن تكمل الاسبوع 30 الاسبوع 32 تبقى تنافس على القمه ولا صعب؟ لا هو يعني عمليا صعب. عمليا صعب، انما يعني نظريا برضو صعبه، يعني فعلا انت مدرب اللعيبه دي هتصمد. يعني احنا كنا شغالين مع سموحه. انتوا عملتوا انجاز جيت في وقت من الاوقات اقصى حاجه يقدروا يعملوها هو اللي احنا فيه ده، مش قادر تطلب منه اكتر من كده. لانك تعتمد على عدد قليل من اللعيبه وكل 3 ايام مباراه. بس الدوري راح بفرق هدف، والكاس خسرته من الزمالك في الدقيقه الاخيره في الوقت الاصلي. يعني انجاز اعتقد صعب انه يتعمل من اي نادي تاني. انا على فكره مش قصدي ان انا للانجاز، انا قصدي ان الفرق اللي هي غير اهلي وزمالك بيبقى عدد اللعيبه اللي بتعتمد عليه هم ال 11. لو هو عنده 25 لعيب بس عنده 11 اللي جاهزين بالظبط كده. لو عنده 25 لعيب او 20 لعيب كويسين وواقفين على رجلهم على مدار السنه وبنفس الاداء والتركيز ده، هيبقى الموضوع كويس قوي في صالحه. الكلام ده لكل الفرق. مين اللي عنده؟ مين عنده؟ طيب حسام في المصري ماشي كويس. ماشي كويس، ممكن يدخل قاعده المنافسه، ممكن تلاقيه مع الاهلي والزمالك للاسبوع الاخير، بس برضه اخر 3 اسابيع حتى. الدوري طويل. احنا بنتكلم على 6 ماتشات وفي فرق لعبت 4 ماتشات بس، فالموضوع صعب تقيمه. انما الواحد يتمنى ان يبقى في 5-6 فرق بتخبط في بعض وبنشوف طبعا زي العالم كله. زي ما هيحصل بدري قوي. الناس اللي تحت في حرس الحدود، في المحله، في المقاولين، في ناس هتبقى فيها تخبيط ومن بدري. ده التنافس اللي فيه من بدري. كابتن محمد سعد نجم الاهلي ومصر والمدير الفني الاسبق لمنتخب الشباب، بنشكرك مزيد من التحيه طبعا، ونشكرك جزيل الشكر، وبندعي لمصر للتوفيق بكره. وزي ما قلت يا ريت مصر والجزائر يكسبوا، الاثنين هم اللي يوصلوا. يا ريت. ايه المانع ان الجزائر تكسب نيجيريا؟ هنبقى سعداء جدا. ومصر تكسب مالي، نبقى سعداء جدا، ونخرج من حزب بيرما وخلاص ونتاهل احنا الاثنين. يا ريت. وتونس تكسب النهارده عشان نتفق على الاتفاق. الدوره الاولمبيه. يا ريت. يا ريت ان شاء الله، لان الناس دي برضه تعبت، ويعني نتيجه مباراه هتبقى صعبه يعني. شكرا كابتن محمد سعد، نورتنا. شكرا. ميرسي. شكرا يا طارق. شكرا وشكرا طبعا لكل اللي تابع حلقه النهارده من صباح الرياضه، ونشوفكم على خير باذن الله في حلقات قادمه على شاشه فاين سبورت. الى اللقاء.